اللي يخليك مثلا معلومة أو ليه تثق فيه. أنا محمد مصطفى، بشتغل في الكرياتيف رايتنج بقالي تقريبا بالظبط دلوقتي 10 سنين. كتبت كل حاجة ممكن تتخيلوها، من بداية من الرواية الطويلة للقصة القصيرة وسيناريو الأفلام، كل الحاجات اللي ليها علاقة بالكتابة مريت عليها. حاليا أنا بشتغل فاوندر في موكريتيف. موكريتيف هي شركة عملناها بشكل أساسي علشان الكلام اللي مصطفى قاله بشكل سريع، إن دلوقتي المنصات ما بقتش محتاجة منك تارجتنج، ولا محتاجة منك مجهود كبير في حتة التكنيكال بشكل عام، على قد ما هي محتاجة منك كرييتيف أو كونتنت مظبوط. والكونتنت أنا بشوف إن هو أداة، أنت حرفيا ممكن تغير بيها أداء. مش بس البيزنس بتاعك، انت ممكن تغير بيها وعي شعب كامل. يعني كل الحاجات اللي انتوا بتشوفوها حواليكوا دي ما هي الا كونتنت. الافلام، النشرات الاخباريه، الكونتنت اللي بتشوفوه زي الدحيح او في الحضاره، كل الحاجات دي كونتنت. وكل الكونتنت ده بيبقى ليه هدف نهائي، هو التأثير في الناس بشكل معين. سواء التأثير ده اللي احنا قصدنا بيه ان الشخص ده يشتري حاجة معينة او ياخد اكشن معين. ولإيماننا بقى بالفكرة دي وقد إيه هي فعلا مؤثرة، عملنا مون كريتيف. مون كريتيف هي شركة متخصصة في الكوب رايتنج. ممكن نكون أول شركة في مصر خدنا تايتل اللي إحنا شركة كوب رايتنج بس. ما بنعملش أي حاجة تانية غير كده. وأنا مش بقول فانل بيلدينج، إحنا كده كده بنعمل فانلز، بس الفكرة كلها إن إحنا بنعمل فانل برضو بناء على الكتابة، بالكتابة المظبوطة، بكل أنواع المحتوى المظبوطة اللي المفروض العميل يشوفها من وقت للتاني، علشان تعمل البوزيشننج اللي انت عايزه، او تعمل التموضع. لو حد فيكم مش عارف يعني ايه بوزيشننج، يعني ابني الصوره الذهنيه اللي انا عايز ابنيها عن نفسي او عن شخص معين او عن فكره معينه في دماغي. دي كانت مقدمه سريعه كده علشان تعرفوا احنا مين. بالكلام اللي احنا قلنا عليه ده ممكن الحمد لله نكون ساعدنا اكتر من 60 أو 70 كوتش بيبيعوا برامج تدريبية فوق ال1000 و2000 دولار. يعني مش عايز أقول لكم إن في كوتشز فيهم بيبيعوا في الشهر الواحد بأكتر من 160 أو 170 ألف دولار. ودي أرقام ما بتحصلش كتير في عالم الكوتشنج أو التدريب إلا لو وراها فنل مظبوطة. زي ما هنشوف النهاردة إزاي قدرنا نعمل ده لكوتشز كتير، أو قدرنا نعمل ده لبراندات تانية. مش هشارك معاكم ارقام قوي الصراحه عشان الناس بتخاف من الحسد وفي ناس بتتضايق جدا لو شاركنا ارقامها. لكن هقول لكم بشكل سريع إيه اللي ممكن يحصل وامتى بنقرر اصلا اذا كان البرودكت ده او السيرفيس ده سكيلبل او قادر احقق منها فلوس كتير، ولا هي حاجه لو تيكت ما اقدرش اعمل بيها اي حاجه غير ان هي تكون الفتحه بتاعه الفانل بتاعه اللي اعمل بيها تاتش بوينت اولى مع الناس علشان يثقوا فيا ويقدروا يشتروا مني بعد كده الهاي تيكت اللي انا ببيعه. ده مقدمة كده عني وعن اللي أنا بعمله، عشان تبقوا عارفين أنتوا بتسمعوا كلام من مين، وتقدروا برضو تشوفوا الحاجات اللي إحنا بنقدمها على صفحتي. وعايز أبدأ معاكم بالأول خالص كده بتعريف بسيط. إحنا ليه بندرس الكلام ده، أو ليه بندرس الحتة بتاعة الفانل. بس هقول لكم الهدف الأساسي من الورشة. ان انت هنا تطلع ان شاء الله، اكيد احنا مش هنقدر نشرح كل حاجه بشكل مفصل، لان الحاجات اللي في السيشن دي كل واحده فيهم ممكن تبقى عنوان لسيشن كامله نتكلم فيها ساعتين. ولكن هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نتكلم عن الحاجه اللي انت المفروض تعرفها، وانت تنطلق بقى تقدر تتعلمها من اي حته وتذاكرها. وفي حاجه كده برضو حابب اقولها لكم. كان في دكتور بيقول لنا في الكلية: ما لم يكن كل يوم في زيادة فهو في نقصان. يعني انت لو ما بتزيدش كل يوم معلومة فانت بتقل، مش بس ما بتزيدش. فما تكتفيش ابدا بانك تتعلم وانك تستكشف كل يوم حاجة جديدة، لانك لو ما عملتش كده وخصوصا في الوقت الحالي هتلاقي نفسك بعد سنة بالظبط حاسس انك انت اوت اوف ديت بقالك 10 سنين. كل الكلام اللي انا هقوله هو الحاجات انا بحب اشرح الكونسبت او الاسيت اللي انت تقدر تبني عليه، واللي بشكل ما مش هيتغير. يعني هي دي الطريقه اللي الكوبي رايتنج شغال بيها من ايام الصحف لحد التلفزيون لحد الجرايد لحد السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا بمختلف انواعها والترندات. كل الحاجات دي انت هنا تقدر تطبقها بشكل صح
في اي وقت وفي اي زمان لو فهمت الكونسيبت بتاع التاثير، ازاي الناس بتاخد القرار وازاي الناس بتاخد الاكشن وبناء على ايه. فلما تفكر في الكوبي رايتنج ما تفكرش من حته انا عايز اتعلم هوكس مختلفه، عايز اتعلم آه، فورمولا مثلا مختلفه للكوبي رايتنج من الفورمولاز الكتير اللي موجوده دلوقتي. اس او بيز بقى، اسمها البي اس اي والحاجات اللي احنا كلنا حافظينها دي. لان ده somehow بيختلف من وقت للتاني، ولكن كونسبت التغيير او القدره على التغيير بتاع الكتابه والمحتوى ده ما بيتغيرش. فده اللي فكر فيه، فكر ازاي الناس بتفكر، الناس ازاي الناس بتتصرف، وبناء عليه بياخدوا الاكشنز بتاعتهم. هو تتعلم ده، تتعلم ازاي تأثر في الناس. فالهدف الاساسي من الورشه دي انك تحول المحتوى بتاعك ان هو يكون انتوا شايفين الشاشه صح؟ اوكي. ان هو يكون ماكينه حرفيا بتعمل لك فلوس ليل نهار وطول الوقت. سواء الماكينه دي انت هتشغلها لبيع خدمات، بيع منتجات، حتى لو بتبيع كونتنت عادي بشكل عام. لو انت بتعمل كونتنت بس او بتصنع كونتنت، الكونتنت هو بالنسبه لك البرودكت او السيرفيس اللي بتباعها. بس انا عايز اسالكم سؤال قبل ما نبدا والناس تتفاعل معايا كده. هل انتوا شايفين ان التسويق دلوقتي بقى اصعب ولا بقى اسهل؟ وهل بقى اغلى ولا بقى ارخص؟ عايز الناس تتفاعل معايا يعني وتجاوب. لو حد عايز يجاوب يرفع ايده يعني هنختار حد. ماشي، قول لنا فهمي كده. السلام عليكم. عليكم السلام. بص، هو موضوع اسهل او اصعب ده هو يعني هيعتمد على حاجات كتير، بس خلينا الاول ابدا بهو اغلى او ارخص. انا شايف ان المعروض كتير، يعني الناس اللي بتقدم الخدمه دي كتير، وبرضو اللي عايزين كتير. بس انا شايف ان العرض زياده، فبالتالي بقى ارخص شويه. غير الاول الموضوع كان اصعب ان احنا نلاقي ناس اصلا بتعرف تعمل ماركتينج كويس. دلوقتي ما شاء الله يعني في ناس كتير قوي بتتكلم فيه، في ناس كتير، يعني هو من اكتر المجالات اللي بيتم تعلمها دلوقتي بجانب البرمجة، يعني سواء ناس دارسة اصلا او ده الميجور بتاعها او من بره. فده النقطة التانية موضوع اصعب او اسهل، فمحتاجين نحدد هو بالنسبة لايه يعني، او ايه كبراكتس يعني، الحاجات اللي هقارن. التسويق كبراكتس او كعمليه تسويقيه بقت اصعب. ايه في إنك توصل. التسويق كبراكتس كخطوات اكشنز بقى اسهل ولا بقى ارخص؟ وبقى اصعب ولا بقى اسهل؟ هو من وجهة نظر انت بتقول عليها دي، هو غالبا دلوقتي بقى اسهل لان المصادر كتير، فسهل ان انا اتعلم، سهل ان انا اطبق، سهل ان انا الاقي حاجات اطبق عليها. آه ومن حته ارخص او اغلى، فانا جاوبت على الحته دي على الاقل من وجهة نظري، فانا مش عارف هي صح ولا غلط، بس ده اللي انا شايفه. ماشي. الإجابة البديهية إنه التسويق بقى أسهل في حتة وبقى أصعب في حتة. وفكرة هو أرخص ولا أغلى دلوقتي، يعني من أسهل وأرخص الأوقات اللي ممكن تعمل فيها تسويق. آه وده بكل بساطة لأن أنت بضغطة زر واحدة بقيت قادر تروح لبانش اوف بيبول أو جروب اوف بيبول أنت حاطط له سمات معينة أو صفات معينة، على عكس زمان انت كنت حرفيا بترمي يعني سنارة في بحر، انت مش عارف هو في سمك اصلا ولا ما فيهوش، ولو في سمك في كام سمكة، وكل سمكة حجمها عامل ازاي، والطعم المناسب ليها. بقى اصعب علشان انت دلوقتي مش بس بتحاول تقنع الناس بالبرودكت بتاعك، انت بتسابق اكتر من مليون، بتاع مليار يوزر على المنصه. لو مثلا انستجرام عليها او ميتا عليها مليار يوزر مثلا، انت مش بس بتنافس الناس اللي بتبيع المنتج بتاعك، انت بتنافس الناس اللي بتبيع المنتج بتاعك، وبتنافس الناس اللي بتعمل كونتنت، وبتنافس الفريندز اللي عند الاصدقاء اللي عند العملاء بتوعك. لان هم كلهم دلوقتي بيتنافسوا على الاتنشن بتاعك. فانت مش بس محتاج تعرف تعمل كونتنت او محتاج تعرف تعمل تسويق، انت محتاج تبقى عارف ازاي تجراب ذا اتنشن بتاع الناس، ازاي تخطف انتباه الناس. فانت هنا
طلعت من فكره انك عايز توصل رساله تسويقيه، لانك عايز توصل رساله تسويقيه للناس في الشكل والفورمات الصح، وكمان تعرف تلفت انتباههم وسط كل المشتتات، وسط كل المنافسين دول. فانت الاول بتنافس الناس اللي بيقدموا كونتنت على السوشيال ميديا علشان والمنافسين، علشان تجذب بس انتباه اليوزر او الشخص اللي انت عايز تبيع له. وبعد كده بقى تدخل في مرحلات تانية ان انت هتبتدي تبيع له، تبتدي تقنعه بالبرودكت بتاعك او بالاوفر بتاعك. فهنا دي بتيجي الصعوبه بتاعتها. الصعوبه دي تتغلب عليها ازاي؟ تتغلب عليها بقى بانك تبقى عارف ايه العوامل اللي بتاثر في الناس، وايه الحاجات اللي بتجذب انتباههم. ودي حاجه انا بصراحه مغرم بيها، مغرم بفكره ان ازاي نجذب انتباه الناس، ازاي نوقف الناس على الشاشه كانك كده بتكلبش الشخص من رقبته غصب عنه، ايا كانت المشتتات او ايا كان الكونتنت اللي موجود على السوشيال ميديا، وتوقفه يقرا اعلانك انت او يشوف اعلانك انت. وبعد كده بقى يعني انت بس لو عرفت توقفه يبقى انت كده صايع جدا، انت كده شاطر جدا، يدخل بقى في مرحله انك تبتدي تبيع له. فدي حاجه كده كنت حابب اعرفها لكم، يعني نتكلم فيها قبل ما ندخل على مقدمه بسيطه. وهي مش مقدمة، هي جزء من صلب الموضوع اللي احنا كنا بنتكلم فيه. وهي انك مش بس بتنافس الناس علشان، او بتنافس المنافسين بتوعك على على البيعة. انت هنا بتنافس على الاتنشن بتاع الناس. وعلشان تعرف تعمل بقى العملية بتاعة التسويق، وانك توقف الناس الاول وبعد كده تبيع لهم، انت محتاج تفهم حاجتين. محتاج تفهم سلوك الناس، وايه الاشياء، ايه الاشياء او الحاجات اللي بتاثر فيهم وبتاثر على قراراتهم. لان الناس مش بتاخد قرارات بشكل عشوائي، ولا كل الناس بتاخد قراراتها زي بعض. يعني انا في جمله بحبها جدا وبحب اكررها طول الوقت: مش كل الناس بتشتري لنفس الاسباب، ولا كل الناس بتشتري او بتقتنع بنفس الطريقه، ولا كل الناس مستعدين يشتروا في نفس الوقت. فلازم يكون دول الثلاث حاجات اللي بيحركوك في فهم سلوك البشر او فهم سلوك الناس في البيع. الكلام ده ممكن معظمكم يشوفوا نظري او كلام ملوش لازمه، بس الكلام ده اللي بيخلي الناس تعمل ارقام مرعبه من الديجيتال ماركتنج او التسويق. وبيخليك توفر فلوس اكتر. يعني انت مش بس بتبيع اكتر، انت كمان بتوفر فلوس اكتر، لانك بدل ما بتقعد ترمي فلوس على مثلا رسائل تسويقيه، او على منصات ملهاش لازمه، او مش حاسه هتبيع لك. حاسه بقله ذوق. الراجل بيقول لي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وحضرتك مندوب كنسس، ممكن لوكيشن؟ مش بعت اللوكيشن وانت مش عايزه السلام ورحمه الله وبركاته. اقولها دلوقتي طيب. هو ده يعني في حد فاتح مايك يا جماعه؟ هعمل ميوت هعمل. معلش يا استاذ. حصل خير. حصل خير. اهم حاجه الفرايد تشيكن يطلع كويس. بعد كده المفروض افهم المنصات، وازاي المنصات دلوقتي بتعمل فلتريشن للكونتنت علشان توصل الكونتنت المناسب للناس المناسبه حسب اهتماماتهم وحسب سلوكهم وحسب صفاتهم. واللي انت المفروض تبقى عارفه كحد بيشتغل في الديجيتال ماركتنج دلوقتي، ان متى والمنصات بتاعت السوشيال ميديا، بس هنا بخص بالذكر متى، هي حرفيا ممكن تبقى عارفاك اكتر من نفسك، وعارفاك اكتر من كل الناس اللي حواليك. لان هي مش بس بتشوف سلوكك كيوزر في انك بتشتري او بتعمل لايك او بتعمل شير لحاجه والكلام ده، او يبقى مثلا الحاجات العبيطه بتاعت ان احنا بتقرا الرسائل بتاعتنا. كده كده بتقرا الرسائل اللي بيننا وبين صحابنا وكل الكومنتس اللي بيباعها. بس دلوقتي بنسبه 99% ميتا بتقرا اشارات عينيك من خلال السنسور بتاع الكاميرا، وانت بتقف على ايه، ولما بتقف ايه الحاجات اللي بتخليك تبتسم، ايه الحاجات اللي بتخليك تتنح، ايه الحاجات اللي بتخليك تحزن. وطبعا في ناس كتير ما بتبقاش مصدقه فكره ان متى بتشوف رياكشنات وشك وانت بتستخدم التليفون، لكن للاسف دي حقيقه مؤكده، وفي مصادر كتير جدا ممكن تتاكدوا منها. وكمان لو حضرتك، احنا هناخد الاسئله كلها في الاخر عشان وقت السيشن ما يسحبش مننا. ولو حضرتك معاك ايفون وفي وقت كده بتتصفح بالليل وحطيت ايدك على الكاميرا او السنسور بتاعتها، هتلاقي ان في الغالب الكاميرا هتقفل كانك بتصور او كانك في كول مع حد. طيب، خلينا نشرح الاول ازاي المنصات بتشتغل، او المنصات بتقرا الكونتنت بتاعك ازاي، وبناء على ايه بتاخد الكونتنت اللي انت عامله وتبتدي ترشحه للناس. انا علشان
افهم ده لازم اعرف اصلا هي متى بتفكر ازاي، وايه السوفت ويرز اللي متى عملتها علشان تقدر تقرا الكونتنت بشكل مظبوط. اوكي. طبعا احنا كلنا سمعنا عن اندروميدا، وكلنا شفنا اندروميدا والصياح اللي اتعمل لما هي طلعت، وان هي بتصعب الوصول للكونتنت للناس وكل الحاجات دي. بس آه قبل ما اتكلم عن الحتة دي، عايز اسالكم وهاخد اجابة او اتنين. آه انتوا شايفين اندروميدا بتعمل ايه، وايه السبب في ان هي موجوده؟ يعني ايه اللي اندروميدا بتعمله اصلا في الكونتنت لما انت بتنشر ال الفيديو او الصوره او الكرياتيف بتاعك؟ مهم جدا نعرف المنصه بتشتغل ازاي عشان اعرف اتعامل معاها، عشان اعرف اعمل فلتريشن. احط اوكي انا ماشي، انا عارف ان هي قفلت، او احط الكرياتيفز بتاعتي بشكل مظبوط. ولان انا هنا مش بس هدفي ان انا ارضي الاول، يعني ممكن اكون بحاول ارضي العميل بنسبه 70 80%، واحاول ارضي متى بنسبه 20 30% علشان ابيع دلوقتي، او عشان اوصل للتارجت اودينس بتوعي. لكن دلوقتي انا لازم ارضي ميتا الاول بنسبه 70 80%، وارضي العميل بنسبه 100%. ليه؟ لان ميتا انا لو ما رضيتهاش او ما اديتلاش الكونتنت اللي هي عايزه، هتعاقبني بطرق كتير جدا وهقول لكم عليها دلوقتي. زي مثلا ان هي بكل بساطه مش هعرف انا بوجه الرساله بتاعتي لمين، ولا عايز ابيع لمين. وهتلاقي مثلا في معظم الاوقات عندك سي تي ار عالي والمبيعات في الارض. هتلاقي عندك السي بي ام طاير في السماء، وانت مش عارف هو ايه اللي حصل، إيه ليه السي بي ام طار كده، او ليه تكلفه اكتساب العميل طارت كده. ومتى بتشوف الكريتيف ازاي، او بتحسب الرانكينج بتاعك بناء على ايه. فانا عايز اعرف منكم انتوا شايفين متى بتعمل او اندروميدا بيعمل ايه اول ما تدوس ببلش للكرييتيف بتاعك، او للبوست او الفيديو بتاعك. اللي عايز يجاوب يرفع ايديه. انا مش شايف حد رافع ايده، ولا في حد رافع ايده؟ لو انا رافع ايديها ولا كان بالغلط؟ طيب انا هجاوب، ولا ماشي؟ روان اتفضلي يا روان، انت بترفع ايدك وبتنزليها. ماشي. آه اندروميدا بتعمل ايه؟ بكل بساطه اندروميدا اصلا قبل اي اعلان ما يظهر للعميل، بتحلل الاعلان، وتشوف الاعلان ده ممكن يعجب مين، او ممكن يكون بتقرأ الإعلان نفسه، بتشوف مثلا ماشي، هشوف الرسائل بتاعته. لا، ما بتعملش كده. اول ما بتنشر اعلان بكل بساطه اندروميدا بتحلل الاعلان بتاعك، وتشوف العناصر بتاعته. وهنشوف زي دلوقتي كده، هنشوف ان الكرييتيف بيكون عباره عن لاير بالنسبه لميتا وبالنسبه لاندروميدا بشكل خاص. بتحلل فيه العناصر اللي موجوده، بتحلل فيه التون اوف فويس اللي موجوده فيه، بتحلل الاشخاص اللي موجودين فيه، بتحلل كل حاجه. وبعد كده بتقرر وتشوف قبل اي حاجه الاعلان ده ممكن يكون مناسب لمين. ماشي. ما حطيتش هنا رانكينج ولا عملت اي حاجه، هي بس هنا بتختار الشريحه اللي ممكن يكون الاعلان ده مناسب بالنسبه لها، او الاعلان ده ممكن. يعني كان في شريحه هنا بس مش عارف هي اتمسحت او راحت فين، كنت شارح فيها الجزء ده. لكم اسف يعني عشان بخليها لكم برضو.
للاسف حظكم وحش، الشريحه اللي كانت موجوده اتمسحت. هعملها بعد السيشن واحطها لكم في البرزنتيشن وانا ببعته. ميتا عندها ثلاثة اي اي ماشين بيشتغلوا على اساس ان هم يتاكدوا بشكل اساسي ان الكونتنت اللي هيروح للعميل هو كونتنت مناسب بنسبه 100% من غير ما تحرق الميزانيه بتاعتك وتضيعها على الارض. فاول حاجه بتسحب اندروميدا، بتسحب كل الاعلانات اللي موجوده منك انت ومن من الناس اللي بتنافس على الاعلان ده، وتشوف بناء على ذوق العميل، بناء على تفضيلاته، بناء على كل الاكشنز اللي خدها على المنصه. و بعد كده بتدخل الاعلانات دي لسيستم تاني اسمه لاتس. لاتس ده بناء على الداتا اللي هو خدها من اندروميدا، بيبتدي يقارن الداتا دي بالداتا اللي موجوده عنده لكل الاكشنز اللي عملها العميل على المنصه، على ميتا او على انستجرام او على فيسبوك، من اول ما فتحوا اخر 3 4 شهور، عشان تشوف ايه الحاجات اللي هو مهتم بيها، ايه الاعلانات اللي كان بيقف عليها، ايه الفايبس اللي كانت بتوقفه، ايه شكل الاعلانات اللي كان بيوقفه. وتبتدي تربط ما بين الحاجات، الانسايتس اللي طلعتها اندروميدا، والانسايتس اللي عنده من البيهيفير بتاعه العميل، وبناء عليها تبتدي ترشح الاعلان ده او ترتب الاعلان ده ان هو يبقى مؤهل ان هو يظهر لبانش اوف بيبول او يظهر لشريحه معينه. فانت هنا الاعلان عدى بمرحلتين قبل ما يعمل، قبل اصلا ما يظهر للعميل. يعني انتوا هنا بتقولوا لي ان الاعلان اما اندروميدا بتجرب ان هي توصله لاكتر من حد، وتشوف مين ممكن يكون مناسب للاعلان ده، وبعد كده توصلوا لناس اكتر شبهه. ده التفكير اللي انتوا بتفكروا، او دي الحاجه اللي الناس بتبص عليها او بتفكر فيها. لكن ده مش حقيقي. فكره التصنيف او فكره ان هو يبتدي يظهر للناس بتيجي اخر حاجه بعد ما اندروميدا بتحلل الاعلانات. وبالمناسبه اندروميدا دي اتعملت علشان الاعلانات الكتير جدا 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 اللي كانت بتتعمل بالاي اي، وما كانتش المنصه بتبقى فاهمه انت بتبيع لمين او تستهدف مين بالاعلانات اللي كلها شبه بعض دي. عشان كده للاسف لو انت بتعمل اعلانات ومعتمد على الاي اي بنسبه 100%، فانت بتدخل في نفسك في منافسه وانت مش واخد بالك ان ممكن المنصه تبقى شايفه ان الاعلان بتاعك شبه اعلان المنافس، وشبه كلكم شبه بعض، فهي بتدخلكم كلكم في منافسه مع بعض شرسه جدا. عشان هنا بقول يا جماعه ما تستخدموش الاي اي بشكل مبالغ فيه. لازم حتى لو بتستخدم الاي اي تكون عندك الايدنتي بتاعتك، يكون عندك الثيم بتاع الاعلانات بتاعتك. وهتفهم دلوقتي ليه بقول لك كده لما تشوف ازاي ميتا اصلا بتقرا الاعلان. اول حاجه ميتا بتدمج زي ما قلت لكم كده الحاجات اللي طلعتها اندروميدا مع الحاجات اللي بتطلعها لاتس. وفي حاجه، وفي اخر حاجه الجيم اللي هو بياخد بقى الاعلانات دي ويقرر بناء على معادله كده هو بيحسبها، بيشوف مدى مطابقه الاعلان بتاعك ده لسلوك العميل، وهو بنسبه كام هيدوس عليه وهيشتري. وكمان الكواليتي بتاعت الاعلان. خليكم متاكدين بنسبه 100% ان متى بيكون هدفها الاساسي ان انت تشتري الناس اللي عندك تشتري اكتر وانت تكسب اكتر عشان تعلن عندها اكتر. تمام. بس هدفها برضو ان الناس اللي عندها تمر بتجربه مستخدم كويسه جدا. تجربه المستخدم دي اللي هو المستهلك للمحتوى او المستهلك للكونتنت ما يزهقش وما يطلعش من المنصه. اول ما بتحس ان الكونتنت بتاعك او الاعلانات بتاعتك العميل بيطلع منها بسرعه، او بيدخل على لاندنج بيج ويطلع بسرعه من غير ما يتصفح مثلا 20 30 ثانيه كده ولا حاجه، هي كده معدل الارتداد عالي بالنسبه لك. فهو كده شايف ان انت كذاب. الرسائل الاعلانيه اللي انت بتعملها بتعرضها للناس هي مش مناسبه مش مطابقه للكريتيفز بتاعتك. فحاول قدر الامكان تشتغل على حاجتين في الجوده بتاعه الاعلان بتاعك، ان هو يكون بيدي للعميل تجربه استخدام كويسه. من حيث ايه؟ من حيث ان الاعلان مثلا يكون في فاليو. مش شرط الاعلان كله يبقى فيه بيع. لو انت في أو في الفانل من الاول حط مثلا اعلانات بتكون بتشرح للعميل فابريك معينه او نوع محتوى معين. يعني انا في براند اسمه مارسييه بيبيع فاشن براند بتاع رجاله. لو شفتوا الكونتنت اللي مارسييه بيشتغل بيه والاعلانات اللي هم بينشروها، الاعلانات حرفيا بتكون educational content للناس اللي بتشتغل في الفاشن والناس اللي بتشتري فاشن. فهو بالنسبه لي هنا ده ضرب عصفورين بحجر. اول حاجه هو عرف الناس الكواليتي بتاعت البرودكتس بتاعته وبرر الاسعار اللي هو بيبيع بيها. هو مثلا بيبيع تي شيرت بيزك ب 1000 ب 1900 ب 2900 جنيه. 2900 جنيه يعني هو
في الغالب ضعف اللوكال براند، او ضعف حتى البراندات. هو كده بيبيع باسعار H&M واسعار اغلى من زارا شويه، والناس بتشتري ومحقق مبيعات كويسه، لان هو بكل بساطه اعلاناته كلها من خلال الفايبس بتاعتها، ومن خلال المسج التسويقيه بتاعتها، ومن خلال الفورمات بتاعها، ومن خلال الكونتنت بتاعها. لو دخلت دلوقتي كتبت مارسيليا على انستجرام وعملت فولو، او دخلت شفت الاعلان بتاعتهم، الاعلان بصوا يعني دي الدرس في حته اليوزر اكسبيرينس من حته الكونتنت. ولما تدوس كمان على الفانل بتاعتهم هتدخل تلاقي الفانل بتفتح في اقل من ثانيه. فهنا برضو بيكمل فكره الاد كواليتي اللي انت ما بتاخدش بالك منها، اللي هي ايه؟ انه لو العميل دخل عندك على اللاندنج بيج وليه اللاندنج بيج بتاعتك او الويب سايت بتاعتك بطيء، فهو في الغالب بيطلع بسرعه جدا. هنا بقى متى ما تعرفش ان الويب سايت بتاعك بطيء او مش بطيء؟ هي ملهاش دعوه، هي بتبقى عارفه السرعه اللي عندك على الويب سايت، وبتبقى عارفه وبتقرا كمان الميتا ديسكريبشن، وبتقرا الميتا ديسكريبشن بتاعت الاعلان بتاعك وبتاعت الصفحه اللي انت حاططها، علشان تبقى عارفه انت بتبيع ايه وتوصل اعلان للناس. ده جزء من الطريقه اللي انت بتتعلم بيها. عشان كده برضو حاول طول الوقت تراجع الميتا ديسكريبشن بتاعتك على البرودكتس، وتبقى مراجع الوصف بتاع البرودكت بشكل كويس قوي، ان هو يبقى بيرفلكت على الكرييتيفز بتاعتك، او بيكمل الكرييتيف بتاعتك. فهو انا لما بيلاقي ان سرعه الويب سايت قليله والناس بتطلع بسرعه، ده بيقلل من كواليتي الاد بتاعتك، فهو هنا برضو بيقلل من احتماليه الظهور. انا هنا بشرح لك ازاي. تقريبا حصل هو في مشكلة. مشكله حصلت؟ اه اوكي كده تمام، الصوت راجع تمام. ماشي. فانت هنا الكواليتي بتاعت الاعلان تتفوق على اي حاجه تانية في ان هي توصلك للجمهور المناسب وباقل تكلفه. فلازم تراجع كويس جدا الكواليتي بتاعت الاعلان من ناحيه اليوزر اكسبيرينس، من ناحيه ان الاعلان فعلا يكون طالع باللايرز المناسبه للكريتيف، اللي هي اتراكت الجمهور المناسب. وهشرح لك دلوقتي ازاي. وما تستهترش بالصفحه بتاع اللي الناس بتنزل عليها، سواء هي لاندنج بيج او هي ويب سايت بيج. لازم تشتغل عليها كويس جدا، علشان دي حاجه من الحاجات اللي بتدي لك رانكينج على ميتا. اوكي، حد عنده سؤال في الحته دي؟ ماشي. ازاي ميتا بتقرا الاعلانات؟ ميتا بتقسم الاعلان للايرز، وانت ممكن ما تبقاش واخد بالك ان لاير واحده منهم ممكن تخرب بيت الكواليتي بتاعه الاعلان، وتوصل الاعلان بتاعك لناس مش مناسبه. اول حاجه، الناس اللي في الكرييتيف. لو انت بتبيع لناس اي كلاس، ما ينفعش تروح يعني مثلا انا كنت في كونسلتيشن مع واحد بيشتكي لي انه الناس اللي بتدخل كلها عنده على السي تي ار عالي جدا عنده، وبيبيع حاجه كده بتاعت شيفنج او ماكينه شيفنج للستات، وعنده سي تي ار عالي جدا، وعنده الناس كتير جدا بتسال على الرسائل، بس ما حدش بيشتري من الاعلان. ليه؟ لان هو جايب واحده من بتوع بتاع اسمها ايه دي، مصر، اللي هم ايه، مش ايجيبت، بتوع مصر عادي جدا. بس هي عارف الناس اللي بتتكلم يا حبيبتي، واللي هو كل الكلام اخد شي. هي جايب واحده كده وعايز يبيع برودكت فوق ال 1200 جنيه على فيسبوك، واعلاناته مركزه كمان على فيسبوك مش على انستجرام. فهو هنا طريقه الكلام بتاعت الموديل دي، او بتاعت الشخص اللي بيعمل اليوزر جنريتد كونتنت ده، هي مش مناسبه خالص للتارجت اودينس بتوعه. ف بالظبط، اودينس غير. فانا هنا وانا بحط الموديل في الصوره، لازم ابقى متاكد ان الموديل ده شبه الناس اللي انا هبيع لهم، بيتكلم بطريقه كلامهم، بيلبس نفس لبسهم، التون اوف فويس بتاعته
وما تستهتروش بفكره انه هي متى هتعرف ازاي. متى قلت لكم بتعرف كل تفصيله في الكرييتيف وبتحللها، وبناء عليها بتبتدي تودي الكونتنت لناس سواء اورجانيك او في الاعلانات. وانتوا اكيد جربتوا انك بس تعمل لايك للسويسي، ولا تعمل لايك مش عارف مين، ولا تستنى على فيديو لمده 3 4 ثواني زياده عن المعتاد بتاعك في التصفح، بعدها بدقيقه تلاقي التايم لاين بتاعك كله مليان بالشخصيه دي، مليان بالشكل ده او ناس شبهه. يعني انت مثلا لو بتسهر الساعه 2 او الساعه 3 تتفرج على الهنود اللي بيقلوا بطاطس في الشارع، بعدها ب3 ثواني لو شفت 3 4 فيديوهات هتلاقي التايم لاين بتاعك كله اتملى هنود بيعملوا بطاطس في الشارع، وبنفس الطريقه، نفس الاسلوب، نفس الوش، نفس كل حاجه، بنفس الفايبس. متى عرفت ازاي الكلام ده؟ عرفت علشان هي بتقرا كل تفصيله في الفيديو او الصوره. فانا هنا اول حاجه لازم اخلي بالي منها ان انا الناس اللي بحطهم في الكرييتيف، يعني هنا مقسم لكم الكرييتيف لاير. يعني هنا دي لاير، البنات دي لاير، الكلام اللي موجود على الصورة لاير. الكلام ده لو هو فيه خصم فهو هيودي الصورة للناس اللي بتحب الحاجات اللي فيها خصم. لو فيها عيد اوتفيت هيودي الصورة للناس اللي بتدور على عيد اوتفيتس. لو فيها حاجات ليها علاقة بالسبورتس هيودي الاعلان للناس ليها علاقة بالسبورتس والكلام ده. ف انا اخلي بالي من الكلام اللي بكتبه، واخلي بالي ده هقول لكم حاجه يعني ابعد من كده بكتير. في لاندنج بيج لو لكوتش بتبيع كورس تغذيه، كلمتين 3 في الهيدلاين ده انت بتصرف عليه 80% من ميزانيتك في اي صفحه. كلمتين بس في الهيدلاين كان ليهم علاقه بالطريقه اللي الناس حابه تخس بيها. يعني احنا كنا كاتبين خس من غير مجهود، ماشي. فكل الناس اللي داخله عندنا بتدور على فكره النتيجه السريعه، ولما نقول لها ان احنا في بروجرام وفي كذا وهتبذلي مجهود وما اعرفش ايه، ما كانوش بيشتركوا في الهاي. احنا هنا هم كانوا بيشتروا اللو تيكت بس ما كانوش بيشتركوا في الهاي تيكت، تمام. لما غيرنا بس الكلمه دي، لو انت لحاجه كانت ليها علاقه لو انت ست بتشتغلي وما عندكيش وقت، و حطينا حاجه ليها علاقه بان دي للسيدات العاملات بس، النتائج اختلفت 180 درجه هنا في اللاندنج بيج مش في الكرييتيف نفسه. ف وهنا مش بتكلم برضو عن البيع مباشر من اللو تيكت. اللو تيكت كده كده كانت بتتباع، بتكلم عن الهاي تيكت. ففيسبوك عارف الناس بتشتري بناء على ايه؟ من الكلمات المفتاحيه اللي بتكتبها في الفيديو، من الكلمات المفتاحيه اللي بتكتبها على الصوره، من الكلمات اللي موجوده في الهيدلاين بتاعك. فركز ان الكلام اللي بتكتبه يكون بيرفلكت على الاستراتيجي بتاعتك، على الاوفر بتاعك، على الطريقه اللي انت بتشتغل بيها علشان يجيب لك ناس مناسبه. بعد كده الاجواء بتاعت الصوره او الفيديو. يعني انا مثلا ما ينفعش اكون ببيع اوتفيت ببيع فيه حاجه كلاسيك او حاجه اوفيس باندل مثلا، ومصوره على بحر، او مصوره في مكان مش مناسب خالص لان البنت تستخدمه في اوفيس مثلا. لازم الفايبس بتاعت الكرييتيف نفسه او بتاعت الصوره نفسه بنفسها تبقى في اوفيس، مكتب، ماسكه لابتوب، اي حاجه في الكرييتيف بتاعتي بتدل على ان الشخصيه دي او الشخص ده بروفيشنال، او شخص بتاع ست بنت بتشتغل من الاخر، او بنت عندها لايف ستايل في شغل، في حاجات كلاسيك، في حاجات بروفيشنال. مش هروح اصورها على بحر، ولا اروح اصورها زي الصوره اللي انا مصورها دي. الصوره اللي انا مصورها دي هي فايبس ما بين البحر وما بين الحاجه الجيرلي اللي هي بتجذب البنات، اللي فيها سيم شويه كده سبعيناتي، او سيم في كالرفول او في الوان. فهنا الفايبس بتاعت الصوره برضو بتفرق. العناصر اللي في الصوره نفسها، العناصر دي ممكن تكون انا مثلا ببيع كورس مثلا بيتكلم عن ببيع مثلا كورس BMB، او ببيع كورس MBA. العناصر اللي هتبقى في الصوره لازم تبقى مناسبه للحاجه اللي انا ببيعها، لابتوبس، حاجات ليها علاقه بالبلاننج، حاجات ليها علاقه بكذا. فالعناصر بتاعت الكريتيف دي هي اللي هتفرق جدا معايا في حته ان انا افهم متى انا ببيع لمين. والكورس ده او البرودكت ده او البروجرام ده المفروض انا عايز اوصله لانهي بانش اوف بيبل او انهي شريحه من الناس. سريعا كده هعمل ريكاب على الحته اللي فاتت دي علشان الناس تبقى واخده معايا. احنا هنا بنتكلم على انا علشان ابيع او عشان اطلع بكونفرجن عالي جدا من اعلانات ميتا،
لازم ابقى عارف حاجتين: عارف الناس بتاخد قرارها بناء على ايه، واعرف ميتا بتصنف اعلاني بناء على ايه. فانا عندي 3 حاجات بتشتغل جوه ميتا وانا مش واخد بالي في جزء من الثانيه. عندي اندروميدا. اندروميدا دي بتشوف الكونتنت اللي انا نشره وبتبتدي تحلله بناء على العناصر اللي فيه، وبتبتدي تشوف الاعلان بتاعي ده هيناسب انهي شريحه من الناس، وهيناسب ناس بتشتري بانهي طريقه. يعني ناس بتشتري بخصومات، ناس بتشتري لما الحاجات بتبقى فيها مثلا لوجيك اكتر، ناس بتشتري باللوجيك، ناس بتشتري بالايموشن، ناس بتشتري بالفيتشر او البنفيتس. وبناء عليه تبتدي تقول لاتس انه الناس دي هتشتري بالطريقه دي، فخد الاعلان ده وصله للناس دي. فهو هيراجع عنده البيانات بتاعت الناس اللي بتشتري بالطريقه دي، ويبتدي يوديها لاخر تول اللي هي بناء على معادله حسابيه بسيطه جدا بتشوف مدى قابليه الناس تشتري من البرودكت بتاعك، ومدى الفلوس اللي انت بتدفعها، ومدى جوده الاعلان اللي انت بتشتري اللي انت بتبيعه. بعد كده بندخل على ازاي متى بتقرا الاعلان بتاعك، متى بتقسم الاعلان للاير، وتبتدي تشتغل على اللايرز بتاعتك بشكل منفصل. وكل ده بيحصل في جزء من ثانيه، وبناء عليها بتوصل الاعلان للشخص المناسب. اوكي. طيب انا ليه بدرس كل الهري ده، وليه مهم اعرفه؟ علشان اول حاجه، انا لو عرفت الناس بتشتري ازاي، بتشتري منين، وبتشتري ليه، هبقى عارف اوصل الرساله المناسبه للجمهور المناسب في الوقت والقناه المناسبه. فقد ما فكره ان انا اوصل الرساله المناسبه للجمهور المناسب في الوقت والمكان المناسب تبان جمله بسيطه، لكن هو ده التسويق. بس انا لو عملت دول فانا كده اخطر مسوق او اخطر حد بيعمل ماركتنج في العالم. لو بعرف اعمل ال3 4 حاجات اللي انا قلتهم في ثانيه واحده دول، اوصل الرساله المناسبه في الوقت المناسب للناس المناسبه. وعلشان اقلل التشتت من على الناس اللي انا ببيع لهم حاجه، كل ما قللت التشتت كل ما الاكشن بقى اسرع، كل ما المنافسه بتاعتي كانت اقل، كل ما قدرتي على ان انا ابقى عندي بيزنس سكيلبل او بيزنس بيبيع اكتر كانت اكتر واسهل. ماشي. وواحده واحده هنا ببقى قادر ابقى عارف مثلا العميل ده واقف في انهي مرحله، فبناء عليها احط الاكشنز المناسبه او احط الانجلز المناسبه. اوكي. علشان نفهم الناس، احنا هنا خلصنا الفكره بتاعت المنصات بتشتغل ازاي بشكل سريع. يعني انا مش هقدر اشرحها بشكل مفصل اكتر من كده علشان اقدر اشرح لكم الجزء الباقي لان هو الاهم. بس عايز حد، لو حد عنده سؤال برضه في الحته دي يقول لي. لو حد عنده سؤال يرفع ايده. اوكي. هنا هبتدي افهم ازاي الناس بتاخد قرارها، وايه اللي انا المفروض اعمله. سمي المراحل اللي انت المفروض تمشيها مع العميل فانل، سميها تاتش بوينت، سميها ساميه، سميها ايا ما تسميها. والفانل راحت عليها، الفانل ما راحتش عليها. كل اللي احنا بنهري فيه ده هي انت المفروض تعمل كام تاتش بوينت مع العميل، وامتى العميل بيقرر يشتري، وايه الرسائل التسويقيه اللي المفروض اظهر بيها للعميل علشان اخليه يشتري مني. ده بكل بساطه الفانل، ان انا اقدر احول الناس من ناس ما تعرفنيش لناس واثقه فيا وعايزه تشتري مني. تمام. فكره بقى ان الفانل راحت عليها، الفانل موديل قديمه وما اعرفش ايه، وفي ميسي موديل وما اعرفش ايه والكلام ده. انا مهمتي الاساسيه لو انا ببيع برودكت وهو اخطر برودكت في العالم، البرودكت ده هو علاج الصلع الوحيد اللي موجود في الكون، والكوكب كله قرع. ما حدش يشتري مني لو الناس ما عرفتش انا موجود، لو الناس ما شافتش ان انا موجود. فلازم الناس تبقى عارفه انا موجود وتكونسيدر مي از بروفايدر للسيرفيس او البرودكت ده علشان تقدر تشتري مني في الاخر. اوكي. فدي الشكل الفنل الاساسي اللي احنا كلنا عارفينه. جوجل قالت لك لا، انت الفاضل دي حاجه موضه قديمه وراحت عليها، وفي حاجه اسمها ميس موديل. الميس موديل دي ان انا بيبقى في حاجه بتحرك الناس، تريجر بيحرر الناس. يعني مثلا انت شخص قارع، فبيطلع لك صوره انه على فرحك قرب وشكلك هيبقى
مش حلو في الصور. لو انت تخين وظهر لك اعلان ان انت شكلك مش هيبقى حلو في الصور بتاعه التخرج او صور الخطوبه او صور الفرح. لو انت شخص بتحب الفلوس وظهر لك حاجه بتقول لك مثلا انك انت تقدر تعمل $1000 في الشهر، فانت هنا ده تريجر داس على البين اللي عندك او المشكله اللي عندك، سواء انك عايز تبقى شخص بشعر او تخس او انك تعمل فلوس. فهتبتدي تعمل اكسبلورنج للحلول اللي موجوده للمشكله دي، وتشوف ايه اللي فيهم قادر يساعدك، وتكونسيدر اكتر من حد، وتبتدي تقيم بقى ايه الحلول اللي موجوده علشان تشتري. بنسبه 90% في ناس بتدخل في اللوب بتاعت ان هي عندها بين وشافت الحل، وبتبتدي تاكسبلور، وبعد كده تيفالويت او تقرر تعمل ايفالويشن للبرودكت ده وما تشتريش، تفضل في اللوب دي من غير ما تشتري. ومش معنى ان الشخص لما وصل لمرحله الايفالويشن او ان هو شاف الحلول وابتدى يقارن بينها ان هو هنا مستعد يشتري وخلاص، بقى هو مش هيرجع تاني للمرحله الكولد او المرحله البرود اللي هو ما يعرفش اللي انا محتاج اظهر له تاني باعلانات. من المراحل الاولى في الفنل الشخص بيكون متردد، حتى في الفنل العاديه لو احنا هنشرحها، الانسان طول الوقت متردد ما بين الاويرنس والكونسيدريشن والكونفرجن. يعني بيتردد ما بين ان هو هوت اودينس بالنسبه لي او ورم اودينس او كولد اودينس. ده بيحصل بناء على ايه؟ بيحصل بناء على المؤثرات اللي بتظهر له من على السوشيال ميديا، سواء مثلا انا ببيع برودكت والبرودكت ده طلع فيه مشكله، فهو هنا بدل ما كان بيكونسيدر مي كبروفايدر للخدمه مع الناس اللي هو عايز يشتري منهم، هو رماني بره خالص الفنل بتاعته، ورماني بره الكونسيدريشن ليفل بتاعته، فانا هنا مش موجود، فهحتاج اظهر له باعلان تاني يرجعني للكونسيدريشن ليفل تاني، مثلا اعالج المشكله او اقول له ان انا عالجت المشكله اللي كانت في البرودكت بتاعي، او ان انا حسنت الكورس بتاعي او ايا كان. المشكله اللي كانت مخلياه رماني بره في مرحله الايفالويشن او مرحله التقييم. فالناس ما بتشتريش بستبس محفوظه او بستبس واحده اللي هو اويرنس كونسيدريشن كونفرجن. لا، الناس متردده ما بين كل الحاجات دي، فانت محتاج طول الوقت تعمل معاهم تاتش بوينتس مختلفه بكرييتيفز مختلفه، تخليهم مش قادرين يقاوموا البرودكت بتاعك، او مش قادرين يقاوموا الاوفر بتاعك. وكل ما يظهر اعلان اكتر بزوايا تسويقيه مختلفه، بتشتغل على بوينتس مختلفه، بينز مختلفه، ديزايرز مختلفه، اوبجكشنز مختلفه، كل ما كان التاثير على العميل اقوى، وكل ما كان الناس اللي انا بستهدفهم شريحتهم اوسع. لان الزوايا بتاعتي زي ما هنعرف دلوقتي، الزوايا التسويقيه بتاعتي هو كاني برمي اسهم مختلفه في عشان اصيب حاجه معينه، سواء بصيد البتاع اللي هي على الحيطه دي، او حتى لو بصطاد بحر، بصطاد في بحر، ولو رميت خيط سناره واحد فنسب ان انا اصطاد هتبقى قليله. لكن لو مثلا انا في دايره عمقها 100 متر ورميت 10 او 20 سناره واحنا كلنا بنصطاد، فهنا فرص ان انا اجيب ناس مختلفه او اجيب انواع سمك مختلفه. لو هنا مثلا حطيت طعم معين هيصطاد لي ناجل، طعم معين هيصطاد لي جمبري، طعم معين هيصطاد لي بوري. فكل ما انوع الزوايا بتاعتي كل ما هنوع شكل الناس اللي انا بستهدفهم، وكل ما انوع شكل الشرائح اللي انا بستهدفها. تمام. في حاجه محتاج اعرفها قبل ما ادخل في الفانل بقى، وازاي الفانل بتشتغل، وبعدها هناخد بريك سريع كده لمدة 10 دقائق بس، علشان ما تناموش مني، علشان الحتة اللي جاية دي هي هتبقى أهم حتة في السيشن. ازاي الناس بتسوق، علشان اعرف اصلا انا ازاي بحط الفانل بتاعتي. حد عارف الفرق بين الانباوند والاوت باوند ماركتنج؟ اللي عارف يرفع ايده. ماشي. الاوت باوند ماركتنج انا بروح اقول للناس بشكل مباشر تعالوا اشتروا مني. يعني مثلا انا عامل كورس ونزلت اعلان على ميتا باعلان مدفوع، او حتى على الحساب الشخصي بتاعي، بشرح فيه البنفيتس بتاعت الكورس بتاعي والفيتشرز بتاعته، وبقول للناس في الاخر اشتروا. ده اوت باوند ماركتنج. ده ميزته ايه؟ ده ميزته ان هو بيبيع بشكل سريع، لكن مشكلته ان هو بيشتغل على شريحه صغيره جدا من الناس اللي هم
الناس اللي في الاخر عملوا ايفالويشن او وصلوا لمرحله الكونسيدريشن وهم مستعدين ياخدوا قرار الشراء. ودول طبعا نسبه قليله جدا من الناس. وكمان بيخليني طول الوقت محتاج اعمل اعلانات واصرف فلوس كتير جدا على التسويق. الان باوند ماركتنج بقى انا ما بقولش لحد تعالى اشتري، انا بعمل كل حاجه تخلي الشخص يبقى هو اللي عايز يشتري مني. انزل كونتنت بشرح فيه الاستراتيجي بتاعتي، انزل كونتنت مثلا للاستراتيجي اللي انا بشرحها في كورس واقول ان الناس اللي طبقتها حققت نتائج معينه، او انا شخصيا حققت بيها نتائج معينه. يعني مثلا انا نزلت سكرين شوت من الداشبورد بتاعتي وشرحت قد ايه هي الاستراتيجي اللي انا بستخدمها دي جامده، وقد ايه الاستراتيجي اللي انا بستخدمها دي اثرت معايا. بس ما قلتش لحد اشتري، انا شرحت اللي انا عملته بشكل مفصل وما قلتش لحد تعالى اشتري. الناس هتشوف الاستراتيجي دي وهيبقى عايزه تجربها، فهتيجي تقول لي والله احنا عايزين نشترك في الكورس بتاعك بناء على المحتوى التعليمي اللي انا عملته ده. فهي ميزتها ان هي اول حاجه اقل في التكلفه، لان انا مش محتاج طول الوقت اعمل اعلانات، والفانل بتاعتها بتكون اطول، لكن بتكون على المدى البعيد الكريديبيليتي بتاعتها اكبر، الاثوريتي بتاعتها اعلى في السوق. فانا علشان ابقى قادر احقق المميزات بتاعت الاثنين، الانباوند والاوت باوند ماركتنج، هبقى محتاج اعمل اعلانات واقول للناس تعالوا اشتروا بشكل مباشر، وهبقى محتاج اقول للناس ان انتوا او محتاج ان انا اشرح بقى الاستراتيجي بتاعتي واقدم محتوى كونتنت بيفيد الناس طول الوقت، علشان ابقى بعمل ان باوند واوت باوند مع بعض. وده اللي بيسموه انتجريتد ماركتنج او انتجريشن ماركتنج، ان انا بجمع بين الان باوند والاوت باوند ماركتنج. احنا اللي هنشرحه النهارده علشان المقدمه دي تنفع مع مين؟ بتنفع مع الاثنين، بس بشكل اساسي دي مناسبه اكتر للاوت باوند ماركتنج، اللي انا بشرح ازاي اثر في الناس واخليهم يشتروا. و بشرح ازاي برضو اعمل انت بتاع انباوند ماركتنج بشكل غير مباشر، يخليني طول الوقت عندي ناس بتدخل في نسبه ال 3% اللي هنعرف دلوقتي يعني ايه 3% بتاعت تقسيمه السوق. الناس اللي مستعده تشتري، الناس اللي انفورميشن جاذرنج او بيجمعوا معلومات، والناس اللي هم بيبقوا مقاولين عارفين مشاكلهم بس لسه برضو ما يعرفوش ايه الحلول اللي موجوده. هنقفل دلوقتي مدة 10 دقائق بس ونرجع تاني. لو حد فيكم عنده سؤال قبل ما نقفل عن الحتة دي ممكن يقول لي. الحتة دي بس، مش عموما، الحتة دي بس. اوكي، يعني هنبقى موجودين هنا ان شاء الله الساعة 9 و10 دقائق، محدش يتأخر عشان هنبتدي شرح على طول. أنا هنا هنتكلم عن الفانل بقى بشكل مفصل، أو تاتش بوينت سموها، وإياك يا رب، شكرا جزيلا. اللي انت ممكن تكونوا مستنيين تسمعوه، او اللي بيحصل او الناس بتتكلم عنه لما بنيجي نتكلم عن الفانل. بس انا حبيت اديكم المقدمه دي اللي احنا اتكلمنا فيها عن ازاي البلاتفورم بتشتغل، ازاي الناس بتاخد قرارها، علشان آه، يعني انت لو، انا بشوف ان الاي اي، سوري، بشوف ان ميتا او فيسبوك او اي كان المنصه اللي انت بتستخدمها هي التول اللي انت بتستخدمها علشان، او خلينا نقول هي المسدس اللي انت بتستخدمه علشان تنشن على الناس. والطلقه اللي جوه المسدس دي هي الكوبيز بتاعتك، او هي الكريتيفز اللي انت بتستخدمها. فانت لو مش عارف تستخدم ميتا هيبقى عامل زي اللي معاه مسدس مش عارف يستخدمه، عمال تضرب شمال ويمين ومش عارف تجيب الطلقه في المكان الصح. فلازم تبقى عارف ميتا بتشتغل ازاي عشان تبتدي بعد كده تحط بقى الطلقه بتاعتك المظبوطه وتنشن في المكان الصح. تمام. وانت لو عارف اصلا تستخدم المسدس صح ووجهته، هو يعني هيجيب لك العميل الارض من غير ما تبذل اي مجهود. هنا هنتكلم عن الفانل بقى بشكل مفصل. وليه اصلا بستخدم الفانل، ويعني ايه فانل، عشان في ناس فيكم اعتقد يعني اول مره ممكن تكون تسمع الكلام ده. الفانل هي الطريقه المنظمه اللي فيها ستيبس معينه
بتخليني اخد شخص من غريب عني ما يعرفنيش حاجه لشخص بيشتري البرودكت بتاعي. طب يعني ايه الكلام ده وازاي الكلام ده بيشتغل؟ تخيل كده مثلا انت عندك محل جزم في شارع فيصل، يعني ضربت المثال ده لان فيصل كله محلات جزم. في ناس ماشيه في الشارع، في ناس من الناس اللي ماشيه في الشارع دول ما بيبصوش على المحلات الجزم، على محل الجزم بتاعك، ولا يعرفوا انك موجود في الدنيا اصلا، وما عملوش معاك اي اكشن في الشارع. وفي ناس تانية بصدفة ما شافوا المحل بتاعك ووقفوا يبصوا على البرودكتس اللي انت بتقدمها او الجزم اللي انت بتقدمها. دي ناس كده بقت مهتمة بيك او مهتمة بالجزم اللي عندك. تمام. ناس سألت عن السعر او عن الخامة او اي سؤال، مثلا هل الجزمة دي ينفع استخدمها بالجري، ينفع استخدمها في الشارع، ينفع استخدمها في كذا. فده هو عمل اي نوع من انواع التفاعل معايا. بداية من هنا الشخص ده انا بسميه ورم اودينس، او ناس دافيه كده عندها اي احتكاك معايا. فهم حد يعني كسروا حاجز الصمت، او كسروا الحاجز اللي بيني وبينهم، ان هم يعرفوني، شافوا شكل البياع اللي عندي في المحل، او لو انا اللي واقف اللي ببيع شافوني، شافوا البرودكتس بتاعتي. فهم هنا somehow طالما دخلوا سالوا ودخلوا عملوا اي اكشن معايا، لو البرودكت بتاعي كويس وانا بعرف ابيع كويس at some point هيشتروه، لا مفر من ذلك، لان هو ما حدش بيدخل يشتري الا ويشتري. فكك بقى من الناس اللي بتدخل تسال فضول. الناس، حتى الناس اللي بتسال فضول، صدقني لو الناس اللي بتدخل تسال فضول دي انت عندك جود اوفر، وعندك اوفر هنا مش قصدي بيه العرض، عشان برضو انا بفضل اعاني بالحته دي. الاوفر هنا هي شكل البيع الاخير. لو العميل حس ان الفاليو او القيمه او الحاجه اللي انت بتبيعها له دي هي فعلا اعلى من قيمتها، او السعر اللي اللي انت بتطلبه منه مقابل الحاجه دي هي فعلا تستاهلها، هيشتريها. طب ازاي اخلي الشخص ده يحس الاحساس ده؟ هو ده اللي بنسميه الاوفرنج، انك تخلي الشخص بعيد خالص عن فكره السعر. اخر حاجه نتكلم فيها السعر. اعرف ابيع الجزمه، اعرف ابيع الجزمه دي، هو اساله الاول اصلا انت بتشتغل ايه، بتعمل ايه، ايه الاكتيفيتيز اللي بتعملها في يومك، طب انت عايز جزمه شكلها عامل ازاي، عشان اخد منه كل الكلام ده، وفي الاخر اروح اعمل له اوفر بقى هو يحس ان الجزمه دي بتاعته هو، الجزمه دي معموله علشان. فلو قلت له الجزمه دي ب 1200 جنيه، والشخص اللي جنبي بيبيع نفس الجزمه والمختلف بس الليبل بتاعنا، والشخص اللي جنبي ده لما هو سأله الجزمه بكام قال له ب 900 من غير اي حاجه تاني، هو يشتري الجزمه بتاعتي حتى لو ب 1200 جنيه، لان انا بعت له واديته حاجه مبرر ان هو يشتري، عملت له اوفر يخليه يحس ان الجزمه دي بتاعته هو. فالناس اللي سألت دي بالنسبه لي هي انجيج او عملت اي تفاعل، هم كده ورم بالنسبه لي. ناس اشترت، الناس بقى اللي هو انا عرفت ابيع لهم دول، فدول الناس اللي اشترت مني دول كونفرتد، او دول الناس اللي هم خلاص كملوا الفانل بتاعتي. انا بقى محتاج افضل اريوز الجمهور ده. لو انا عندي برودكتس تانية، مثلا عندي شرابات، عندي حزام، عندي منتجات جلدية، فكل مرحلة من دول بيكون هدفك ككوبي رايتر، او هدفك كصاحب بيزنس، او هدفك كشخص بيبيع ايا كان البرودكت اللي بتبيعه، انك تنقل اكبر ناس من مرحله للتانيه. يعني تنقل اكبر ناس من الاويرنس للكونسيدريشن للايفالويشن لان هم يشتروا. فكل ما كان عندي القدره ان انا اخد ناس او من المرحله اللي بعدها من غير ما اقلل الناس، من غير ما الناس تقع مني، كل ما كانت المبيعات عندي اعلى، كل ما كان الكونفرجن عندي اعلى، كل ما كان عندي مساحه اصرف فلوس اكتر. انت لو عندك معدل كونفرجن اعلى 1% من المنافسين، بتعديل بسيط ممكن تعمله في اللاندنج بيج بتاعتك، في تعديل بسيط ممكن تعمله في الكوبي، تعديل بسيط ممكن تعمله في الكرييتيف، فانت هنا لو انت بتبيع ب 100,000 بقيت بتبيع ب 110 بنفس التكلفه. فانت هنا بقى عندك مساحه انك تصرف ال 10,000 يورو دول في انك تدخل فلوس اكتر، وتبيع اكتر للبراند بتاعك او للشركه بتاعتك او العميل اللي انت شغال معاه. فيكون هدفك طول الوقت انك مركز على المراحل، وتشوف ايه اللي بيقع منك في المراحل دي. يعني الناس بتقع منك فين؟ بتقع منك لما بتدوس على الاعلان، ولا ما بيدوسوش على الاعلان، ولا لما بينزلوا على الصفحه، ولا بيروحوا على التشيك اوت، لما بيشوفوا مصاريف الشحن، لما بيشوفوا مده الشحن. واعالج كل الحاجات دي علشان اخد اكبر قدر ممكن من الناس اللي في الاويرنس للانترست للكونسيدريشن للايفالويشن للشراء. تمام. ده كده التشخيص البسيط او الشرح البسيط فكره الفانل بتاعتي. فانا لو الناس ما شافتش ان انا موجود في شارع فيصل بمحل الجزم بتاعي، عمرهم ما هيشتروا مني.
فانا لازم اخلي الناس تشوفني، دي اول واصعب حاجه. الناس تشوفني دي اصعب حاجه ممكن تبقوا متخيلينها، وان انا اخليهم، والاصعب بعد كده انا اخليهم يكونسيدر مي از بروفايدر للبرودكت بتاعي. هم طالما حطوني او اهتموا بيا، كل اللي جاي بقى ان انا بس ازقهم الزقه الاخيره ويشتروا. فدي المراحل بتاعت الفنل اللي لازم تكونوا عارفينها وانتوا بتعملوا اي كونتنت، او انتوا بتعملوا اي ماركتنج بلان للخدمه او المنتج اللي بتبيعوه. زي ما قلت لكم، يعني انا بستخدم الفنل ليه؟ علشان مش كل الناس مستعده تشتري في نفس الوقت، ولا كل الناس مستعده تشتري لنفس الاسباب، ولا كل الناس بيقتنعوا في نفس الطريقه. فانا لما يبقى عندي فنل، هبقى بص هنا مثلا ان الاويرنس ده هو شخص ما يعرفنيش، فانا لازم اطلع له كرييتيفز مناسبه مع عدم معرفته بيا. في واحد اسمه صبري صوبي كاتب كتاب اسمه سيلر كريزي، هو بيقول ان لازم درجه حراره الكوبي او درجه حراره الكرييتيف اللي انت عامله تتناسب مع درجه حراره الشخص اللي انت بتبيع له. بمعنى انا ما ينفعش اكون رايح، يعني هقول لكم مثال ممكن يكون ابسط. انا لو رايح اقابل بنت، فالبنت دي لو ما تعرفنيش وانا رحت من اول يوم كده طلبت رقمها، هتحس ان انا مختل عقليا وهتشوفني متحقش. لكن انا لو قابلت البنت دي مره، سلمت عليها وعرفت ان هي مثلا شغاله في المكان الفلاني واحنا زمايل وبينا معارف مشتركه، وجيت طلبت رقمها مثلا علشان هي شغاله في نفس الاندستري اللي انا شغال فيها، وفي احتمال يكون بينا تعاون، هتديني رقمها. اديتني رقمها وكلمتها مره واثنين، وحسيت ان هي بنت لذيذه ممكن تبقى مراتي مثلا، او ان انا ممكن اتجوزها او ارتبط بيها. فبعد الكلام ده هي ما عندهاش مشكله ان احنا ننزل ديت. بعد كده ممكن نرتبط بشكل رسمي. لكن لو رحت لواحده انا ما اعرفهاش وقلت لها كلام حقيقي شويه، اللي هو فيه حب واعجاب والكلام ده، هي هتشوفني مختلف. اعتبر العميل نفس الموضوع ده. انا لو عميل ما يعرفنيش ورحت قلت له اشتري، هيحس ان انا مختلف. وهو بجد انت مختل لو انت فاكر ان انت كل الرسائل الاعلانيه بتاعتك لو كلها عباره عن اشتري دلوقتي، وكلها عباره عن حاجات ما فيهاش تدرج في مدى الورمنج بتاع المسج بتاعتك، انت كان عندك مشكله في الكامبين بتاعتك، عندك مشكله في الفانل بتاعتك. فلازم تنوع في شكل الكريتيفز بتاعتك بما يتناسب مع مراحل العميل، وده اللي هنشوفه دلوقتي بشكل مفصل. طيب ليه بنسميها فانل؟ عشان الناس بتقل، يعني هي كل ما الناس بتدخل كتير جدا، ناس كتير بتهتم، ناس اقل بتهتم، ناس كتير بتكونسيدر مي، ناس كتير بتيفالويت، وناس اقل بتشتري. فزي ما قلت لكم كده، مهمتي ان انا ما اخليش الناس تتساقط مني بجزء كبير. يعني انا لو عليت هنا الناس اللي بتنزل من هنا لهنا، بتنزل من انترست، بتنزل من الاويرنس للانترست 10% بس، والناس اللي بتنزل من الانترست للكونسيدريشن عليتهم بنسبه 3 4% بس، وجيت هنا في البيرشيز عليت الناس دي بنسبه 2% بس، مبيعاتي ممكن تتضاعف. 1% و2% دول هو اساسا في الغالب نسبه الكونفرجن في الحاجات اللي هي بتكون اسعارها فوق ال 1000 جنيه بتكون 1 2 و3%. فانا لو عليت بس نسبه التحويل بتاعتي من اللاندنج بيج او الويب سايت بتاعي 1% و2%، انا ممكن اضاعف مبيعاتي. تمام. فهي اسمها فانل او قم علشان الناس بتقل من تحت، فانا مهمتي ان انا احافظ على الناس اللي فوق. جزء كبير جدا منهم ممكن ينزلوا معايا في الحته دي. اكيد ان شاء الله مصطفى هيبعتها لكم، يعني او هاجر. أه هل كل الناس اوكي، انت قصدك الشير بتاعت البتاع. اوكي، ما انا هعمل شير دي ثانيه واحده. طب انتوا شايفين كل ده بشرح لمين؟ اوكي. أه كده شايفين الشاشه. فانا زي ما قلت لكم هنا مهمتي ان انا اخد ناس بقدر كبير جدا من المرحله دي للمرحله دي للمرحله دي. كل ما زودت عدد الناس اللي موجودين في المراحل الاخيره، كل ما زودت المبيعات بتكلفه اقل. ماشي. آه فاكرين الفانل بتاعت الجزم والسيكونس اللي مشيت بيه الفانل بتاعت الجزم؟ هل كل الفانلز بتمشي بنفس السيكونس ده وبنفس السرعه دي؟ يعني هل كل الناس ممكن تعدي تبص تشتري، ولا الفكره هنا بتختلف على حسب المنتج وحسب السوق وحسب البيعه اللي انا ببيعها؟ يعني ده لو محل موبيليا مثلا، او محل اجهزه كهربائيه، او
محل حاجات غاليه، وانا مش عارف مدى آه، جوده الحاجات اللي انا بشتريها دي، هل هشتري بنفس السرعه؟ الاجابه بكل بساطه اكيد لا. فهنا انا ببص على اشكال الفن اللي انا بشتغل فيها. فانا كل ما كانت السيرفيس او الخدمه اللي انا ببيعها او المنتج ارخص، كل ما عمليه الشراء بتبقى اسهل، كل ما مراحل الفنل بتبقى اقل. فنل يعني ايه؟ يعني انا بمشي العميل في ستيبس شكلها عامل ازاي. يعني انا مثلا عندي كوتش بيبيع كورس انتيريور ديزاين ب 2500 دولار، تمام، ومصري بالمناسبه. فالكوتش ده لو وفي كورس تاني عنده 1500 دولار، ده اللي احنا شغالين عليه. فالكورس ده لو ظهر لواحد ما يعرفش الكوتش ده ولا عمره سمع عنه، واعلان ممول كده ظهر له من العدم، حتى مهما كان الاعلان ده جامد وبيقول له اشتري كورس ب 1500 جنيه، هتلاقوا كميه شتايم في التعليقات مش طبيعيه، وهتلاقوا كميه قله ادب مش طبيعيه، ومحدش هيشتريه وهيقعد يصرف فلوس على الفاضي. ماشي. فايه اللي احنا بنعمله في حاجه شبه كده؟ ايه الفانل اللي بنرسمها؟ الفانل اللي بتكون مناسبه هنا ان انا بحاول اكسر البرود اللي بينه وبين العميل في برودكت، يوريه ان انا شخص كواليفايد، شخص هقدم له سيرفيس حقيقيه، هقدم له وان انا صادق في كل الوعود اللي بقدمها من خلال حاجه لو تيكت. فالفانل اللي اشتغلنا بيها مع العميل ده او مع الكوتش ده كانت لو تيكت تو هاي تيكت. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا رسمنا فانل لكورس ب 20 دولار، حوالي 1000 جنيه، والكورس ده مهمته الاساسيه ان هو يجيب لنا ليدز. احنا مش هنبيع يعني مش هنكسب بال 20 دولار اللي احنا بنبيع بهم الكورس ده، لكن مهمته ان هو يجيب ليدز ويصرف على الاعلانات علشان الكوتش يبقى عنده مساحه ان هو يصرف. هو كان بيصرف 1000 دولار في الشهر، في اليوم قصدي، بيصرف 1000 دولار في اليوم، يعني بيصرف 30000 دولار في الشهر. ماشي. فهو لو بيصرف ال 1000 دولار دول، وعمليه البيع بتاعه الحاجات الكبيره اللي هي الكورس اللي فوق ال 1000 دولار مثلا بتاخد وقت، فهو لو قعد يصرف طول الوقت بس من جيبه، هيحس ان هو مفلس، هيحس ان عنده ضغط كبير جدا في الفلوس. وان كان هو بيبيع مثلا في الشهر مثلا هنقول 30 40 تيكت، يعني الجنيه او الدولار بيجيب ثلاثه. فهو هنا حتى لو بيبيع والرؤاس بتاعه أربعة، عملية التسديد أصلا في الحاجات دي بتبقى على ليفلز. الشخص مش بيدفع ال 1500 دولار مرة واحدة، ممكن يدفعهم مرة واحدة أو على مرتين أو على ثلاثة. فالكاش فلو يبقى عنده مشكلة. فاحنا عشان نعالج ده بنعمل إيه؟ بنعمل حاجة اسمها لو تيكت تو هاي تيكت، إن الإعلانات تصرف على نفسها من خلال فانل كالتالي. إعلان بيظهر للعميل المحتمل على بيتا أو على تيك توك، بيقول للعميل اشتري كورس ب 20 دولار. الكورس ب 20 دولار ده العميل بيشتريه مش غرضه الاساسي ان انا اكسب منه، ولكن غرضه ان العميل يعرف انا بقدم ايه ويشوف مدى مصداقيه وكواليتي الحاجه اللي انا بقدمها. بعد ما العميل في نفس ده بينزل على اللاندنج بيج بيشتري الكورس، بعد ما بيدفع في نفس الكورس ده ممكن يظهر له ابسل ده ب 5 دولار او ب 10 دولار، بحيث ان انا يبقى عندي مساحه للاكوزيشن اعلى. وبعد كده بيظهر له صفحه تانيه في الفانل. هنا الفانل بتاعتي ملاحظين معايا كام ستيب؟ ظهر له اعلان رقم واحد، رقم اثنين نزل على اللاندنج بيج. اوكي. هو لو اشترى كده دي مرحله ثالثه. المرحله الرابعه ان هو هيظهر له بعد ما يدفع في اللاندنج بيج دي صفحه ثانيه لحجز المكالمه. فهيحجز مكالمه مع كلوزر، مع الشخص اللي هو مسؤول ان هو يبيع كورسات الهاي تيكت. تمام. فالشخص ده على ما هو مثلا دخل اشترى النهارده الكورس، النهارده ايه؟ النهارده الثلاث، فهو مثلا حجز المكالمه يوم الجمعه الجايه. اوكي. من يوم الجمعه، قصدي من يوم الثلاث لحد يوم الجمعه هيفضل يروح له ايميلات بتعرفه احنا بنعمل ايه، وبتدوس على البين بتاعه وبتوري له الفرص المحتمله اللي هو ممكن ياخدها لو اشترى الكورس او اشترى الهاي تيكت بتاعنا، او ايه الحاجه. انا هنا برضو ما ببيعش الهاي تيكت، بقول له ايه اللي ممكن يحصل له في حياته لو هو حل المشكله اللي بيعاني منها. ان هو مثلا هنا ده مهندس اللي انا ببيع له الكورس ده، مهندس او شخص عايز يبدا في مجال الانتيريور ديزاين، او بنت عايزه تبدا في مجال الانتيريور ديزاين. هوريكم برضو الفانل بتاعتها بشكل مفصل دلوقتي، وبوري له النتيجه اللي ممكن تحصل في حياته لو اشتغل الكورس ده، او ايه الخسائر اللي بيمر بيها لو هو شغال في وظيفه ما بيحبهاش. وافضل اخليه ورمنج لحد ما يدخل مع الكلوزر. تمام. دي كده تيجي مرحله رابعه. مرحله خامسه الكلوزر بقى، هو المرحله الاخيره علشان ابيع الهاي تيكت اللي ب 1500 دولار. شايفين العميل عدى بكام ستيب علشان يشتري مني الكورس اللي ب 1500 دولار؟
شايفين كام ستيب؟ هو عمره ما هيشتري ده لو ما يعرفنيش. ماشي. هل في بديل لللفه دي؟ في بديل تانية، في فانلز تانية، بس مش عايز اقعدها عليكم. في فانل مثلا ان هو يدخل في حاجه اسمها ويبينار او ماستر كلاس، عباره عن يومين او ثلاثه او يوم واحد، بيشرح فيه الميكانيزم بتاعه وبيعرض فيه قد ايه النتائج بتاعته جامده جدا، وبيشرح النيو اوبورتيونيتي اللي ممكن تحصل للناس، ويبتدي يبيع لهم في اخر السيشن. فهنا هو اصلا دخل سيشن ساعتين ثلاثه زي اللي انا داخل فيها معاكم دي، عشان يشرح للناس حاجه ويوريهم الرؤوس الاقلام بتاعه الكورس. يعني انا مثلا بالنسبه لي ده المفروض ده له تيكت بتاعي، انا اللي انا بشرحه لكم ده هو له تيكت، لان انا بشرح لكم رؤوس اقلام من اللي انا بقوله. انا ما اقدرش في ساعتين مهما كنت مين اشرح لكم ده بالتفصيل. تمام. فممكن انا لو عندي هاي تيكت بشرح ده مثلا بشكل مفصل، هيبقى سعره مثلا 15,000 جنيه او 20,000 جنيه، فهقول لكم اللي عايز يشوف الكلام ده ازاي بيتطبق وازاي بيحصل في الاخر ادخلوا اشتركوا في الكورس اللي ب 20,000 جنيه. انا ما عنديش الكورس ده، بس بقول لكم مثال يعني. فهنا كل ما كان البرودكت سعره غالي، كل ما الفانل بقى فيها ستيبس اكتر، علشان الناس ما بتاخدش قرار الشراء. الناس بطبعها اصلا متشككه، الناس بطبعها بتخاف. فانا كل ما الناس بتدفع لي فلوس اكتر، هبقى محتاج ادوس اكتر على البينز بتاعتهم، واوريهم ايفيدنس، واوريهم ادله، واديهم جارانتي علشان يشتروا مني الخدمه بتاعتي. لو ببيع كورس ب 1000 جنيه وهو ده اللي انا بكسب منه، مثلا زي ما انا ببيع الكورس بتاعي دلوقتي، انا مش فارق معايا قوي الارباح بتاعته، لان انا كسبت منه في اللايف بتاعه، او انا كنت عالي سعره في الاول مثلا ل 2000 جنيه، ودلوقتي ببيعه ب 1100 جنيه. مش فارق معايا مكسبي على قد ما انا بيعمل لي اورنس وخلاص، وبيجيب الفلوس اللي بتصرف على الاعلانات. فده مش محتاج خطوات كتير. لو انت مثلا بتبيع برودكت تاني، زي بتبيع جزمه مثلا زي ما احنا بنقول اونلاين، جزمه اونلاين هي مش محتاجه اكتر من ان انت تعمل 3 4 تاتش بوينت من خلال ميتا مع العميل، وهو يدخل اللاندنج بيج يشوف المراجعه ويشتري. فدي كلها على بعضها الفندق. فكل ما كان البرودكت غالي، وكل ما كان السعر عالي، وكل ما كانت المخاطره كبيره، كل ما حطيت مراحل جديده في الفنل علشان اكسر الاوبجكشن، اكسر الفيرز، وادوس على البينز، وادوس على الديزايرز، وادوس على النيدز بتاعت العميل. اوكي. فالعوامل اللي على اساسها ببني الفانل بتاعتي: انت بتبيع ايه، وبتبيعه لمين، والناس بتشتري فين. فكل دي حاجات بتحدد شكل الفانل بتاعتي. فانا مثلا من ضمن الحاجات اللي انا بحطها في الفانل بتاعتي هي الطريقه اللي انا هوصل بيها الرساله التسويقيه للعميل بتاعي. فانا لو عارف مثلا ان الشخص اللي انا هبيع له الكورس بتاعي الهاي تيكت ده بشكل اساسي، يعني احنا عمرنا ما هنشغل لو تيكت تو هاي تيكت على فيسبوك. ليه؟ لانه حتى لو اشترى الهاي تيكت مش هيشتري سوري، لو اشترى لو تيكت عمره ما هيشتري الهاي تيكت بتاعتي، ان هو الجمهور اللي على الفيسبوك بنسبه كبيره لو كواليتي، ما بيشتروش هاي تيكت الا نسبه قليله منهم. فانا عشان اريح دماغي من الهاسل ده بقفل الاعلانات بتاعه الكوتشز اللي احنا شغال معاهم لو تيكت تو هاي تيكت، وبخليه يدخل على الانستجرام، لان ده الفاليو بتاعته او الناس اللي موجوده عليه اعلى بكتير. فكل ما كنت عارف الخدمه بتاعتي بتستهدف مين، والجمهور بتاعي فين دلوقتي، اول مره يسمع عني محتوى توعوي، او هو وورمنج، او هو متابعني، ده هيفرق جدا في الستبس اللي انا عايز او اخليه يمر بيها. فانا بيبقى هدفي الاخير من كل الكلام اللي انا بقوله ده، ان انا اكسر كل الحواجز اللي تخلي العميل ما يشتريش، واظهر له الفاليو بتاعتي بعد ما اكسر كل الحاجات او كل الاسباب اللي ما تخليهوش يشتري. اوكي. ده شكل الفانل، وده الحاجات اللي بتأثر في طولها أو قصرها أو المراحل اللي فيها. وكل ما كانت الفانل بسيطة ومش معقدة، كل ما كان العميل بيشتري أكتر. يعني لو أنت بتبيع بحاجة صغيرة، ما تحاولش تعقد على الشخص. يعني هي الفكرة دي هتبقى فارقة قوي في حتة الساس، وفي حتة البرودكتس بتاع سوري، في الديجيتال برودكتس أو الحاجات اللي مش ملموسة، اكتر من الحاجات او حاجات اللي هي هاي تيكت، اكتر من الحاجات الرخيصه. لان انت كده كده هو اللو تيكت في الغالب او الحاجات الرخيصه انت مش محتاج افتكاسات في الفانل بتاعتها، هي دايركت فانل، اللي هو اعلانات، صفحه هبوط، صفحه فيها كل الحاجات اللي انا ممكن اكون محتاج اشتغل عليها، اللي هو بشتغل على الاوبجكشنز، بشتغل على المخاوف، بشتغل على الديزايرز، بشتغل على الفيرز في صفحه واحده، والعميل في الاخر هيشتري، لان هو قرار الشراء سهل. اوكي. حد عنده سؤال في الحته دي بس؟ ماشي. ندخل على الجزء اللي بعده.
زي ما قلت لكم ان مش كل الناس مستعده تشتري في نفس الوقت، ولا بتشتري بنفس الطريقه، ولا بتشتري نفس الاسباب. آه، في تقسيمه كده للسوق، ناس كتير بتقسمها، منهم اليكس هورمزي وصابي سوبي واسمه ايه ده، وكذا حد من الناس اللي بتبيع عتاولة الفانلز وعتاولة التسويق عموما، بيقسموا السوق او اي سوق في الدنيا لناس مستعده تشتري دلوقتي، ودول 3%، ودول اللي كل الناس بتبيع لهم، كل الناس بتتنافس عليهم، وناس بيجمعوا معلومات علشان يشتروا، وناس عارفين مشكلتهم مش عارفين الحلول اللي موجوده، ناس ما عندهمش فكره عن مشاكلهم آه و ولا يعرفوا حلول ولا مهتمين اصلا، ودول ما يهموناش في اي حاجه. مين اللي بيهمنا؟ اللي بيهمنا هم الشريحتين دول، 17 وال 20، دول اللي انت لو عرفت تبيع لهم اوعدك انك انت هتكون مليونير، ايا كانت الخدمه اللي انت بتبيعها او السيرفيس اللي انت بتبيعها. ليه؟ لان انت هنا اول حاجه طلعت بره المنافسه الشرسه ما بين البراندات والاشخاص اللي بيحاولوا يبيعوا للناس اللي مستعده تشتري دلوقتي. اوكي. مين برضو بيعمل الحركه دي بسياعه في الفاشن او في الحاجات بتاعه اسمها ايه، الاي كوميرس؟ مارسي وهاديه غالب، ماشي، والبنت اللي اسمها ايه، اللي هي حاجه نوفل كده، ما اعرفش يعني، بنت كده عندها براند بتاع ميك اب برضو. الاعلانات بتاعتهم يا جماعه، انا ما اعرفش هم بيبقوا قاصدين يعملوا ده ولا مش قاصدين يعملوا ده، بس بتتدرس في فكره ان هم بيبيعوا للاثنين دول، للشريحتين دول، لان هم مش بيبيعوا بشكل مباشر، ولكن بيحطوا اعلانات للناس اللي بتجمع معلومات عن يعني مثلا دلوقتي انا عايز اشتري كام تي شيرت كده كويسين عشان انا عندي مناسبة مهمة، وعندي شوتينج، وعندي حاجات كده محتاج أظهر فيها بشكل كويس، وبدور على تي شيرت بيسك حلو قوي. فظهر لي كذا إعلان، بريتش هاوس واتش اند ام وديفاكتو، ودخلت عند اسمهم ايه دول، عند اسمهم ايه، بولو، والبراندات حتى اللي هي المفروض هاي اند، والحاجات اللي هي شبه ماسيبو ديتي والحاجات دي، ومفيش ولا واحد فيهم ظهر لي اعلان منه يقنعني غير بتوع مارسي دول، رغم ان هم زي ما قلت لكم التيشيرت تقريبا ب 3000 جنيه، لان هو شرح لي حاجات في التيشيرت وقال لي حاجات اي حد في الدنيا هيشوف هيقول لك ده مش اعلان، ده مش اعلان، ده مش هيبقى اعلان، ومش هيجيب كونفرجن. وللاسف الناس حافظه مش فاهمه فكره ان انا الاعلان لازم يبقى حاجه ترندي او حاجه صغيره او حاجه مختصره. ده هيخليك تدخل في الشريحه بتاعت 3%، فهتلاقي نفسك يعني يوم ما الرئيس بتاعك هيضربوا الدم هيبقى 3 4. لكن هنا انت داخل في بحر جديد تماما ما فيهوش منافسه، فالكوبيز بتاعتك لازم تكون بتساعد الناس اللي بتجمع معلومات، الناس اللي عندهم مشكله ولسه بيدوروا على حلول. هنا لو اشتغلت على الجزء ده هتلاقي الرئيس بتاعك بيضرب في 20، وارقام عمرك ما هتبقى بتشوفها على الداشبورد، ولا هتشوفها حتى لو انت بتبيع ريتيل من الناس اللي هتجيلك من الاعلانات بتاعتك. ليه؟ لان انت طلعت بره فكره انك بتنافس السعر بتاع الاعلان بس، وبقيت بتنافس بالكواليتي بتاعت الاد زي ما اتكلمنا، وبتدخل لشريحه جديده من الناس. يعني انت هنا ال 3% دول هيبقوا مهما كان السوق كبير، هيبقوا كام في الاول وفي الاخر؟ لو انت عايز تشتغل اون سكيل، لو انت عايز تبيع بسوق كبير، لو انت عايز تعمل 1000 اوردر في اليوم من البرودكتس بتاعتك، او عايز تبيع 1000 اوردر في الشهر، وبتبيع حاجه غاليه، يعني هنا مهما السوق ضرب قدام مش هيخليك تعمل الارقام دي. لكن هنا انا لو عندي 37% من السوق ده عارف العب فيه لوحدي، وحتى لو في ناس كتير بتلعب معايا، فهو في الاول والاخر سوق كبير والناس فيه كتيره، هيخلي عندي مساحه كبيره جدا ان انا استهدف كل يوم. كل يوم لازم يبقى فيه فريش بلاد جوه الفانل بتاعتي، ناس بتسمع عني لاول مره فتشتري، ناس بتدخل من مرحله الاورنس لان هي تبقى مهتمه بيا، اللي هي تكونسيدر مي بعد كده، تعمل تقييم ليا وتشتري الخدمه بتاعتي في الاخر. وانت بتحط الفانل بتاعتك حط في اعتبارك الثلاث اربع حاجات دول. وانا بعمل الكامبين بتاعت الكورس بتاعي، انا كنت بحط في دماغي ان الكامبين دي حرفيا اللي هياخدها ورا بعضها كده ويشوفها كستبس، هيحس، هو اي كوتش بشتغل معاه هيحس ان
ان انا بقرا دماغه. ودي كانت المعلومه اللي او اول كومنتس بتجيلي من ميديا بايرز او من مديرين التسويق او اصحاب الشركات اللي بيدخلوا يشتروا مني، ان هم عايزين يعرفوا يعملوا اللي انا عملته ده ازاي. عملت ده بالتقسيمه البسيطه دي. انا بسيط للناس. هل كل الناس عايزه تشتري مني دلوقتي؟ لا. عملت اعلانات بتقول للناس اشتروا دلوقتي، بس دي مش الاساس بتاعي. الاساس بتاعي ان انا بتكلم عن مشاكل بتواجه الناس، مشاكل بتواجه الناس في الاسعار، في الاكوزيشن، في ازاي يعملوا كريتيف استراتيجي والكلام ده. ودخلتهم لل 3% بتوعي انا، مش بتوع السوق، عشان يشتروا مني. تمام. فده لازم تشتغل عليه، ما تبيعش بشكل اجريسيف وخلاص. اوكي. بعد كده لازم ابقى عارف ايه اللي بيحرك الناس عشان يشتروا مني. في فايل هبعته لكم فيه 20 محفز او 20 حاجه بتخلي الناس تشتري مهما كان البرودكت بتاعك ومهما كان سعره. ثواني هشاركهم معاكم هنا برضه. عمر الاسباب بتاعتك، او عمر المحفز، عمر البرودكت بتاعك ما هيطلع بره ال 20 سبب دول، ايا كان هو ايه. بتبيع حاجه رخيصه، بتبيع حاجه غاليه، هي في الاخر الناس هتشتري منك علشان ال 20 ال 20 سبب دول، او بسبب محفز واحد منهم او اثنين او ثلاثه او اربعه. خليكم معايا ثواني كده. ندور بس على الملف. هي ماشي. الملف ده انا هبعته لكم برضو بعد السيشن مع هاجر. ايا كان شايفين الشاشه كده؟ ماشي. ايا كان البرودكت او السيرفيس او اللي انت بتبيعه، لازم اللي انت بتبيعه ده يشتغل على اي سبب من دول او اي محفز نفسي من دول. فانا لازم أبقى بعد ما كتبت الكوبي بتاعتي او عملت الكرياتيف بتاعي او حطيت الكرياتيف استراتيجي بتاعتي، اشوف ايه اللي انا اشتغلت عليه من كل المحفزات دي. وكل ما كان الكرياتيف بتاعي بيشتغل على محفزات او على اسباب في الحاجات اللي هي اساسيه في هرم ماسلو للاحتياجات، كل ما كان القرار الشراء بتاع العميل اسرع، وكل ما كنت قادر ان انا ابيع لشريحه اكبر. لان هي حاجه اساسيه في حياه الناس. ويا جماعه ما تستهتروش بالكلام ده. الكلام ده هو الكوبي رايتنج. الكلام ده هو الكرييتيفز، هو الفنل. انما الهمبكه بتاعت ان انا اقعد اطلع فكره بره الصندوق، فكره مطرقعه، دي همبكه. ده مش بيع، ولا ده كوبي رايتنج، ولا ده فنل. انت لو دورت وعملت سيرش، لو انت عندك ساعه تكتب فيها كوبي او تحط فيها كريتيف استراتيجي، وضيعت منها 40 دقيقه ولا 45 دقيقه في انك تفهم الشخص اللي انت بتبيع له، وكروت الكوبي في 10 دقائق، هتكتب كوبي احلى بكتير من انك كنت تقعد تسحل يومك كله في انك تطلع فكره مطرقعه وفكره بره الصندوق وفكره جوه الصندوق والعبط اللي بنشوفه على السوشيال ميديا ده، والحاجات اللي هي مالهاش علاقه بالبيع ولا ليها علاقه بالكاستمر بيهيفير. وبعد كده الناس تشتكي ان الاعلانات غاليه، وان الاعلانات بتقع، وان هم مش عارفين يدخلوا ناس جديده، والكوبي رايترز اساسا يدخلوا يشتكوا ان الناس ما بتديهمش فلوس على الشغل بتاعهم، عشان انت بتعمل انت بتديني همبكه، وبتديني الشغل مبني على اساس قوي، او بتديني سبب، او بتديني كوبيز مبنيه على استراتيجي. وانا ابقى عارف قبل ما اكتب الكوبي اصلا الكوبي دي بتستهدف مين وبتستهدفه ليه. ولما اجي اقيم الكوبي دي اشوف هي نجحت ليه، على اي اساس. هل المحفز ده هو اللي نجحها؟ هل الانجل دي هي اللي نجحتها؟ هل الفورمات ده هو اللي نجحه؟ وهكذا. تمام. فقبل اي حاجه لازم تبص على المحفزات اللي انا اتكلمنا فيها دول، وتبتدي تطلع الكرييتيفز بتاعتك بناء عليها. ماشي. هشرح لكم حاجه لو فهمتوها عمرك ما هيبقى عندك مشكله في فكره
الكرييتيفز، او ان انت يبقى عندك مشكله في فكره ان انت مش لاقي كوبيز او مش لاقي افكار، او فكره انك انت مش قادر تبني الفانل بتاعتك بشكل مظبوط. ماشي. انا بسميها السيفن كيز او 7 مفاتيح اللي تخليك تعمل عدد ما لا نهائي بدون اي مبالغه من الكوبيز والكرييتيفز والفورمات بتاعتك للفانل بتاعتك. وكمان هتخلي جوه دماغك كده شبه شبكه او رسم بياني، او يعني سموها زي ما تسموها، الطريقه اللي تتحرك بيها في الفانل بتاعتك. اول حاجه النقاط القلم. انا لازم ابقى فاهم الفرق بين النيد والبين، علشان كل واحد من دول ليهم طريقه معينه في ان انا اكتبها، ووقت معين في الفانل بتاعتي، وشكل معين في الكرييتيف بتاعي لما اجي استهدفه. تمام. فانا مثلا هشاركه مثال ل- لملف كده، كرييتيف بلان انا اعملها. لا مش دي، كرييتيف استراتيجي انا اعملها لكوتش. آه علشان خليني هنا طب عشان نشرح ده. هبعت لكم الفايل بتاعها برضو علشان ابقى قادر اطلع الفانل بتاعته بشكل مظبوط. اول حاجه رسمت الكاستمر افاتار بتاعي، عرفت الشخصيه اللي انا بتكلم بيها، فطلعت البينز بتاعته. كل بين من دول، مش انا لما باجي اتكلم معاك هنا، فكره ان لازم تفرق بين النيد والفير او الاوبجكشن. هتيجي بعد كده تبص لها لما اجي لك هنا مثلا واقول لك في مرحله الوعي او الاويرنس، انا مش محتاج اقول للعميل اكلمه قوي عن الاوبجكشنز بتاعته او الحاجات اللي ممكن تخليه يشتري، على قد ما انا محتاج اكلمه على النيد، ومحتاج اكلمه على نقاط القلم بتاعته، علشان هو قبل ما يكونسيدر مي كشخص هو اصلا عايز يشتري منه، لازم يحس ان انا فاهمه وفاهم البين بتاعته وفاهم المشكله اللي هو بيعاني منها، وان انا عندي الحل. هو فكك من ان هو هيبقى واخد قرار الشراء او عايز يشتري ولا لا. هو لازم يحس ان انا هو على الارض واحده، على الارض مشتركه، ان انا فاهمه. مجرد ما هو حس ان انا فاهمه، هيبتدي يدخل معايا في المرحله اللي بعدها اللي هي الانترست او الاهتمام. طول ما هو ما حسش ان انا فاهمه عمره ما يهتم بيا، لان العميل في الاول وفي الاخر انت بالنسبه له شادو، مش شايفك. انا مش شايفك طول ما انت ما ضغطتليش على البين بتاعتي او الاحتياج بتاعي. فانا هنا لازم ابقى مفرق ما بين البين والنيد والاوبجكشن والفير. يعني مثلا هقول لكم المثال بشكل تطبيقي. انا عندي جلد بيقشر، ومهما استخدمت مرطبات مفيش فايده. دي كده بين. ماشي. انا عايز كريم او كريم يخفف البشر، يخفف على البشره، وما يكونش بملمس دهني، وما يبقاش شكله وحش على بشرتي كراجل. ده كده احتياج. ماشي. بعد كده انا لو شفت السعر ممكن احس ان السعر ده غالي، فده كده بالنسبه لي اوبجكشن. او ان انا هشوف الشكل بتاع العبوه ستاتي، فده برضو بالنسبه لي اوبجكشن. تمام. دول كده كلهم على بعضهم انا ببقى محتاج افصل بينهم، عشان انا لو شفت اعلان بيكلمني كراجل ان انت لو عندك مثلا جلد بيقشر، او عندك جلد وزه، او عندك رؤوس سوداء، ومهما استخدمت مرطبات مفيش فايده، هكونسيدر الاعلان ده. تمام. فهيجي يظهر لي بعد كده ان في كريم بيبقى خفيف على البشره وما بيكونش ملمس دهني، ومش هيبيني انا كراجل كأن انا حاطط ميك اب او حاطط زيت على وشي. ده كده حط لي حاجه ليها علاقه بالاحتياج، وحط لي حاجه ليها علاقه بالاوبجكشن بتاعي. تمام. بعد كده هيظهر لي اعلان تاني او نفس الاعلان ده، بان هو مثلا بيمتص بتاع الكريم ده بيمتص في خلال 24 ساعه، ويفضل مرطب وشي 24 ساعه، علشان هو فيه ميزه ان هي مثلا خالي من الزيوت التقيله، او هو فيه مثلا نوع معين من الزيوت بيتم امتصاصها بسرعه. فهو هنا اظهر لي منفعه، او اظهر لي ميزه وقال لي المنفعه بتاعتها، وانا هنا ترجمت المنفعه دي ان هي هتكون مناسبه بالنسبه لي كراجل، عشان انا مش عايز اوجع دماغي كل شويه واعمل ترطيب. هو انا عايز احط مرطب وانا نازل، ولو نسيت بكره احط يبقى هو لسه شغال، لو ما غسلتش وشي. رجاله ممكن بتغسل وشها عادي. فده كده
المنفعه والميزه بتاعتي. بعد كده انا ممكن يبقى عندي اوبجكشن ان الكليم ده تحت السلم، او عندي فير، قصدي ده الفير ده ان هو الحاجه دي تبقى تعمل لي مشكله، انا متخوف من حاجه منها، او ان هو يطلع لي حبوب معينه في وشي، او ان هو يبوظ لي وشي، فكل دي مخاوف بالنسبه لي. تمام. فالفير لوحده ده انا ممكن اطلع لكل برودكت 10 فير ممكن الشخص يكون بيعاني منهم، وكل فير من دول او كل خوف من دول ممكن اطلع له 10 انجل، او اطلع له انجل حتى على الاقل. فطلعت لو طلعت له انجل، الانجل دي انا ممكن استخدمها في شكل فيديو، ممكن استخدمها في شكل صوره، ممكن استخدمها في شكل كاروسل، ممكن استخدمها في شكل انفوجراف. تمام. فانا هنا من الفير بس طلعت بتاع 10 كرييتيف. الفيتشرز، كل فيتشر من دول ممكن احولها، لو انا مثلا عندي البرودكت بتاعي فيه 5 او 10 فيتشر، وكل فيتشر من دول يوم منفعه، ممكن اخد كل واحده من دول واطلع لها انجل. الفرق بين الانجل والتي او في ان الكريم ده، مثلا الكريم ده خالي من الزيوت الصناعيه وخالي من الزيوت الثقيله، فدي ميزه واحده ان الكريم خالي من الزيوت الصناعيه، او خالي من الزيوت الثقيله. دي كده يا جماعه انجل واحده. فالانجل دي انا ممكن استخدمها ب 1000 حاجه، استخدمها ان هو خالي من الزيوت الصناعيه فهو مش هيعمل حبوب، او ان هو مش هيزيت الوش، او ان هو شكله هيبقى ناتشرال على الوش، ان هو هيبقى سريع الامتصاص، ان هو هيبقى يعني هطلع 70000 حاجه حسب البرودكت ده من ميزه واحده بس. فاهمين قصدي؟ فانا ميزه واحده طلعت منها 20 زاويه او 10 زوايا. فمن كل واحده من دول انا لو طلعت الكل، لو للبرودكت اللي معايا 10 بنفيت، وكل بنفيت منهم طلعت لها 10 تي او في او 10 انجل، انا هيبقى عندي عدد ما لا نهائي من الكرييتيفز والافكار. فهنا لازم ابقى عارف الفرق بين كل واحده من دول ودورها هيجي لك تحت دلوقتي بالتفصيل، عشان احط الفانل بتاعتي بشكل مظبوط، وما احسش ان انا بكرر الاعلانات بتاعتي ولا اكرر الانجلز بتاعتي. اوكي. ندخل على كل واحده من دول استخدمها في اي مرحله من مراحل الاويرنس من مراحل الفانل بتاعتي. في مرحله الاويرنس انا بستخدم حاجات بسيطه، بتدوس على البين وتدوس على النيد بتاعه العميل، عشان دي اكتر حاجه هتخليه يحس ان انا فاهمه وتدخله معايا on the same way، او في نفس الطريقه اللي انا بفكر فيه، او في نفس المشكله بتاعتي، او على ارض واحده. تمام. في مرحله الفنل الاولى ما ينفعش اطلع للعميل برودكت، سوري، كرييتيف طويل او كرييتيف ياخد منه وقت كتير. ليه؟ عشان هو لسه ما يعرفنيش، ففي الغالب لو ما سمعش عني باي شكل من الاشكال مش هيضيع وقته، ولا هيستهلك محتوى كتير بالنسبه لي. امتى اطلع له محتوى طويل؟ لما يعرفني باي شكل من الاشكال. طول ما هو ما يعرفنيش ما اطلعلوش محتوى ياخد من وقت اكتر من 30 40 ثانيه. تمام. فكل اشكال المحتوى اللي انا ممكن اعملها في الوقت ده، احط بقى مثلا كاروسيل، احط فيديو قصير، احط صوره بتساؤل كبير جدا. انا هحط لكم امثله يعني. احط صوره بتساؤل كبير بتساؤل صادم، او عنوان صادم مثلا للبتاع ده. كل الحاجات دي انا محضر لكم ليها امثله، بس يعني انا لو شرحت الكلام ده هناخد 7 ساعات. فهحط الفيديو المناسب بهوك مثلا خاطف يخليه يقرا الكلمتين اللي انا عايز اقولهم له، ويخليه يدخلني في مرحله الانترست، علشان يبقى هنا بقى عنده مساحه ان هو يقرا لي كلام كتير، ان هو يشوف الفيديو طويل، ان هو ده وقته في ان هو يدخل يتصفح الصفحه بتاعتي او اللاندنج بيج بتاعتي. تمام. فهنا في المرحله دي بدوس على البين، بدوس على النيد، بطلع كريتيفز مختصره ما تاخدش منه وقت كتير، وبسمي المرحله دي الكولد اودينس او الجمهور البارد. لو انتوا ما تعرفوش، لو الناس اللي ما تعرفش، المرحله دي اسمها كولد اودينس، اللي هو العميل ما عملش معايا اي احتكاك، ما عملش معايا اي اكشن، فانا بسميه كولد اودينس. فهنا بشرح له الحاجات دي، او بديله انواع الكريتيف دي. اوكي. فهنا ناس ما تعرفش عنك حاجه ولا تفاعلت معاك باي شكل، والهدف من الكرييتيف ده او في المرحله دي ان انا اقول للعميل انت عندك مشكله وفي طريقه احسن للحل، والحل ده عندي، كونسيدر مي، وهقول لك ليه بعدين. انا كده بقول للعميل، او حتى لو قلت له الحل لازم اقول له في الاول خالص انت عندك مشكله وفي طريقه للحل وفي طريقه احسن، وانا الطريقه بتاعت الحل. اوكي. المرحله الثانيه ان انا بقول للعميل انت اهتميت بيا فانا هكافئك، هعلمك حاجات عن المشاكل اللي عندك، وهقول لك ازاي تختار الحل المناسب. لو عايز حل انا بقدم الحل، اتفضل اشتري. ممكن، بس ما هضغطش ان هو يشتري. تمام. لان انا هنا بديله الحاجات اللي تخليه يكونسيدر مي اكتر، ويوديني لاخر مرحله اللي هي المفروض الاكشن بقى ان هو يشتري. فهنا الجمهور ده ورم
اودينس، خد معايا اي اكشن، عمل لايك، شاف الفيديو اكتر من 50%، عمل شير، عمل كومنت، ايا كان الشكل الاكشن اللي عمله، بس ما بعتليش رساله ان هو يشتري، ولا دخل اللاندنج بيج بتاعتي وعمل تشيك اوت. ده بالنسبه لي هوت اودينس، اللي هو عمل اي لو بعت رساله وسال على السعر والكلام ده ونزل على اللاندنج بيج، ده بالنسبه لي هو ده عدى الاهتمام، ده هو كان عايز يشتري. اوكي. فناس هنا الهدف الاساسي من المرحله دي، الناس عارفاك وتعرف انت مين اكتر وبتقدم ايه، والعميل هنا بيتساءل هل فعلا الحل ده ينفع لي. فكل الانجلز بتاعتك وكل الكريتيفز بتاعتك لازم تاكد له ان الحل ده ينفعك. وهبتدي اتكلم هنا بشكل مفصل عن المنافع اللي عندي والبنفيتس اللي في البرودكت بتاعي، وازاي العميل يستخدمه، واحط باليت بوينتس تكون قويه جدا بتختصر الميكانيزم بتاعي او الطريقه اللي انا بشتغل عليها. وهنا ممكن اشرح واخد وقت شويه في الشرح في الكاروسلز او في الفيديوهات، عشان العميل هو هنا اللي هيدخل يبقى عايز اصلا معلومات. يعني هو كل ما تديله معلومات اكتر في المرحله دي، كل ما فرص ان هو يشتري منك تبقى اعلى بكتير. لو انا عايز اشتري شاشه ومهتم بشاشتين ثلاثه منهم سامسونج وهاير ويونيون اير مثلا، وعايز اعرف معلومات او تفاصيل اكتر عن سامسونج، ف او عايز اعرف تفاصيل عموما عن الثلاث انواع دول، لان دول انا اللي عملت لهم في مثلا فلتريشن للشاشات اللي انا عايز اشتريها. فلما ادخل، اللي هيبقى عنده معلومات اكتر واللي هيبقى مديني معلومات اكتر هو اللي هيبقى بياخد الكريدت عن التاني، وهو اللي هيبقى بيحاول يقنعني، وهو اللي هيبقى مقال لي ان انا اشتري منه، اللي هو علمني وعرفني واداني كل المعلومات اللي انا عايزها. فالمرحله دي مهمه جدا تشرح، لان دول المرحله دي اللي احنا قلنا عليها، انت هنا دخلت العميل من المرحله اللي هم عارفين إنه عندهم مشكله وبيدوروا على حلول ل 17% دول هم بيكونوا اقرب للشراء. اوكي. فهو لازم يسمع منك كل المعلومات اللي هو عايز يسمعها. المرحله اللي بعد كده، العميل خلاص هو عايز يشتري منك، بس عايز منك عماره، تستمونيالز بقى مثلا الناس اشترت البرودكت بتاعك، مثلا مراجعات، خصومات، كيس ستاديز، اي حاجه تخليه ياخد الدفعه الاخيره. شوف بقى، يعني لو انت ما بتعملش خصومات وانت براندد بقى ومش عايز تبان ان انت بتعمل خصومات، وري له كيس ستاديز، وري له ناس تجربه البرودكت بتاعك، وري له اليو اس بيز بتاعتك بشكل مفصل، وري له بتاع ده محتوى جمهور، وري له حاجات تديله الحاجه الاخيره اللي هو مستنيها، لانه ده كده خلاص بنسميه هوت اودينس، هو مستني اي حاجه تقول له اشتري وهو هيشتري. اوكي. حد عنده سؤال في الحته دي؟ اخر حاجه العميل بقى خلاص هو مستعد ياخد الاكشن، فده بنسميه باير اودينس، اللي هم خلاص اشتروا منك، او على وشك ان هم ياخدوا الاكشن بتاع الشراء، او اشتروا منك برودكت وهيشتروا تاني. فده بنظهر لهم عروض شحن مجاني، اي جارانتيز انا بقدمها، او اي ضمانات انا بقدمها، استرجاع حاجه في الجوده، لو البرودكت ما حلش مشكلتك هنرجعه، لو في مشكله عندك في المنتج ممكن تعاين قدام المندوب. الكريتيفز المناسبه هنا لو انت بتشتغل على الاي كوميرس، فحته الدي بي اي دي هتبقى تحفه جدا معاك، وهتعلي معاك الكونفرجن، لان هي وهتعلي معاك الافريج باسكت سايز، علشان انت بتظهر للعميل اكتر من حاجه. فده شكل المرحله الاخيره من الشراء. اوكي. ازاي اطبق الكلام ده بشكل عملي على الداشبورد، وازاي اخلي الداشبورد بتاعتي والاستراكشر بتاع الاد بتاعي، الاد مانجر بتاعي او الاد اكونت بتاعي ما يبقاش معقد، خصوصا لو انا بصرف اقل من $2000 في الشهر. انا كل اللي محتاجه في المرحله دي، لو انا بصرف اقل من $2000، هما اتنين كامبين، اي بي او كامبين وسي بي او كامبين. وخلينا نشرح الاي بي او لان هي الاهم بالنسبه لي، وما بشوفش حد بيتكلم عنها في المحتوى العربي كتير. كل ما كان الاد اكونت بتاعك بسيط في الاستراكشر بتاعه، مش من غير كامبينز كتير، هي كامبين واحده اي بي او وكامبين سي بي او، وانا هنا هركز على الاي بي او لان هي المطبخ بتاع المبيعات، المطبخ بتاع التستنج، المطبخ بتاع الامبروفنج للكونفرجن بتاعك. فانا لو عندي اي بي او كامبين بقسمها ازاي؟ عندي اكتر من طريقه. احنا كده كده الكامبين يبقى تحتها اد سيتس زي ما انتم عارفين،
اللي هو مجموعات اعلانيه. انا زمان كنت بقعد اعمل ايه؟ كنت بقعد احط مثلا اتست الجمهور، تيست البرودكت، تيست الكرييتيف، وتيست الميزانيه، وتيست حاجات كتير قوي. انا هنا اهم تو تيست بالنسبه لي، او اهم تيست بالنسبه لي، هو الكرييتيف تيست. فدي الحاجه اللي انا ببقى مركز عليها، لان انا كده كده في الاي بي او دي ببقى حاطط بنسبه 90% برود كامبين. ماشي، ومحدش دلوقتي بيحط اهتمامات كتير. فالاستراكشر المظبوط بيكون بناء على الانجلز. تمام. في ناس بتقسمها بناء على المراحل بتاعه الفنل. ماشي. ان انا مثلا عندي بس ما حدش هيقسم التقسيمه دي غير لو هو عنده التقسيمه اللي انا قلت لكم عليها دي. ان انا هنا الناس اللي في الاويرنس بحط لهم انواع كرييتيف، والناس اللي في الاهتمام اللي في الانترست بحط لها انواع كرييتيف، والناس اللي في الديزاير بحط لهم انواع كرييتيف مختلفه تماما. فانا كمحمد بعمل ايه وايه اللي بحب اعمله؟ بحب اقسمها انجلز. اوكي، لان انا لما بقسمها انجل فانا بشكل مباشر بقسمها بيرسوناز، لان انا كل انجل بالنسبه لي هي رايحه لبيرسونا معينه والكاستمر بيهيفير معين. فانا الاد سيت بتاعتي لازم تبقى متقسمه بالانجلز اللي معايا. انا طلعت ال الكامبين اللي معايا دي، طلعت عملت الكريتيف استراتيجي اللي فيها، طلعت اتنين باير بيرسونا، وكل باير بيرسونا ليها ثلاثه كرييتيف، سوري، كل باير بيرسونا ليها ثلاثه انجل. فالثلاثه انجل دول اول حاجه انا هبتدي احط البيرسونا الاولى، التسميه بتاعتي هتبقى البيرسونا الاولى وانجل واحد، واحط تحتيها بقى ايه؟ الادز بتاعتي. كل انجل بحط فيها انجلز زي ما انا عايز حسب الميزانيه اللي انا هصرفها. وكل ما كانت الادز بتاعتي متنوعه، وانا هنا مش قصدي بالتنوع ان انت تبقى ذكي ورايح حاطط الكريتيفز كلها شبه بعضها، مغير لي هوك مكتوب بس في البتاع. ده ممكن ينفع، بس على المدى الطويل لو عملت كده متى هتعاقبك بان هي ممكن تحس ان انت في حاجه اسمها سيميلاريتي سكور، ان هي بتشوف مدى تشابه الاعلانات بتاعتك. وكل ما الاعلانات كانت متشابهه قوي، كل ما هي هتعاقبك بان هي اول حاجه هتعلي السي بي ام، وهتعلي الفريكونسي بسرعه جدا، وهتعلي الاد فاتيك بسرعه جدا. فالاعلان بتاعك هيشتغل يوم اتنين هوب تلاقيه مات. ماشي. فحاول ان انت تكون الانجل بتاعتك مختلفه تماما، بتستهدف يعني هنا على مستوى الادسيت مثلا عندي انجل مختلفه تماما. يعني انجل مثلا انا لو عايزه مثلا ابيع كورس زي ما قلت لكم كده بتاع الكوتش اللي هو بيبيع تصميمات، سوري، كورس تصميمات للمبتدئين. الكورس ده مين ممكن يشتريه؟ واحد عايز يعمل كارير شيفت. فانا عندي بقى بيرسونا اسمها كارير شيفتر، الناس اللي بتغير الكارير بتاعها. فكل الحاجات اللي انا بتكلم فيها هنا هتبقى ليها علاقه بالكارير شيفتنج. واحده عندها حب لمهاره او للفن وعايزه تحول المهاره دي لمصدر دخل او لحاجات بتكسب منها فلوس وهي متردده. فهي مثلا الست دي يا اما هتكون لسه بتبتدي في حياتها، يا اما هتكون حد عنده 30 40 سنه. فانا كل الزوايا بتاعتي هتكون على البرسونا اللي انا هسميها مثلا تالنتد بيرسونا، او الشخص الموهوب او عايز يستغل الموهبه بتاعته. فالانجلز بتاعتي كلها هتبقى رايحه فكره تحويل الموهبه لمصدر دخل. وان الوقت يعني دي المثال ده حقيقي جدا. والاكتر انجل جابت معانا نتيجه كانت الانجل اللي بتقول للست انه اتس نيفر تو ليت، ما فيش حاجه اسمها انا كبرت، تقدري تعلمي مهاره الديزاين في اي وقت. فدي كانت الوينر كريتيف معانا، الوينر انجل معانا، قعدنا نحلف فيها. والكامبين دي بالمناسبه زي ما قلت لكم كده ممكن يكون اتصرف عليها في مده شهرين فوق ال 60,000 دولار. ومش عايز اقول لكم دخلت كام للكوتش، عشان في ناس فيكم ممكن تكون شافت الكريتيف اللي انا نزلتها عندي على الصفحه، والناس ما بتحبش نتكلم عن الارقام بتاعتها. لكن الرؤاس كان مرعب، والدخل بتاع الكوتش ده كان مرعب من الكامبين دي. لان هي اكتر كامبين انا طبقت فيها كل اللي انا بقوله في الكورسز عشان اشرح عليها في الكورس اللي احنا كنا بنتكلم فيه. فما تستهترش بفكره ان انت تطلع انجلز مختلفه، وتاخد الانجلز دي تطلع منها كرييتيفز باشكال مختلفه. يعني مثلا في ناس بتحب تشتري بلوجيك، حط لهم كرييتيف بيبيع بنفيت وبيبيع فيتشر عادي. في ناس بتحب تشتري بالمشاعر، فبيع لهم المشاعر اللي هم يحسوا بيها. وزن الكلام اللي احنا قلنا عليه فوق ده، يعني خلي شكل الكرييتيفز مختلف. يعني انا هنا نوعت
في الانجل، وكل الادز بتاعتي متقسمه على حسب الانجلز. تمام. فانا هنا طلعت من الانجل هحلبها، مش هحلها، افضل اشتغل عليها. بس حط مثلا يعني احنا مثلا الكوتش اللي احنا بنشتغل معاه ده، خلينا مره صور في المكتب وهو شغال، مره صور في العربيه، مره صور في مطعم. وكل مره الانجل بتاعتها كانت مناسبه والكريتيف كان مناسب، يعني عشان فيسبوك يشوف الناس اللي بتشتري بالمحتوى اللي مش باين ان هو اعلان، تروح لها البتاع ده. في ناس بتتكيف ان هي تشوف مثلا ناس بتتكلم في مطاعم، وهو فيسبوك عارف كده، او بيتكلم في اماكن عامه، فهتودي له الكريتيف ده. في ناس بتحب الكريتيف او تحب الفيديوز اللي متصوره في العربيه، فانت هتوري لهم الكريتيف ده، فتغير في شكل الكريتيف. في ناس بتحب دلوقتي مثلا، انا ما اعتقدش ان في حد بيستخدم جي اي اف في اللي هي الصوره اللي بيطلع فيها الحاجات دي في الكامبينز بتاعته. احنا بنستخدمها وبتجيب نتيجه وبتنتجها بشكل سريع جدا وبسيط، وهي في الاخر متى بتقراها فيديو، ما بتقراهاش جي اي اف، بتقراها فيديو. ففي ناس بتشتري بالشكل ده. فنوع في شكل الكريتيف والفورمات، وخلي الادسل بتاعتك في الاي بي او كامبين متقسمه بالانجلز عشان تعرف تتست وتعرف ايه اللي نجح. ولو انت ما بتصرفش كتير ما تقسمهاش انجل، حط الانجل كلها. يعني انت بتصرف اقل من 1000 جنيه في اليوم، ما تقسمش الميزانيه يعني على ادسيت مختلفه، او حتى ال 1000 جنيه ممكن تقسمهم على 500 و500. بس انا دي تجربتي، ما اعرفش يعني انا اللي عندي مشكله ولا لا، بس الادسيت لو فيها اقل من 500 جنيه، زي ما قلت لكم، في فوق كده، اول ما بتدوس على الاعلان وتدوس ببلش، بيدخل اكتر من مرحله ايفالويشن او مرحله تقييم، من ضمنهم الفلوس اللي انت دفعها. فشئت ام ابيت، هي ميتا. لو انتوا فاكرين، احنا قلنا احنا عندنا 3 اي ايجنت جوه ميتا. الثلاثه اي اي دول، في واحد فيهم اسمه جين، مش عارف تقريبا جين ده، اللي هو بيقيم بناء على البادجت بتاعتك، بناء على القابليه اللي الناس تشتري والاد كواليتي. فشئت ام ابيت الميزانيه هتدخلك في رانكينج قبل اي حاجه ما تحصل. هو ممكن بعد كده ما يصرفش، بس لازم تحط فلوس في الكامبين علشان الادسيت يودي لك. هم مصنفين اللاتس، سوري، لاتس ده هو اللي بيصنف الناس كاتيجوريز، بيصنفهم ناس بتشتري، ناس ما بتشتريش، ناس بتشتري بعد ما بيظهر لها اعلان معين، او بيظهر لها عدد معين من الاعلانات، وبناء عليها وبناء على الفلوس اللي انت دافعها والتقييم اللي احنا قلنا عليه ده، بيبتدي يظهر اعلانك للناس. فحط فلوس معقوله. يعني مثلا لو احنا بنقول ان البيعه بتاعتك بتقف عليك ب 100 جنيه، ما ينفعش الادسيت بتاعتك يبقى فيها اقل من 300 400 جنيه او 500 جنيه. يعني ثمن 3 مبيعات، والثمن الهلك اللي هيتهلك قبل ما يبيع اول مبيعه. تمام. وكل ما تحط فلوس اكتر في الادسيت، كل ما ده هيكون مناسب اكتر ان انت تبيع بشكل اسرع. يعني عندي في ذات بيرل مثلا، انا طول ما الكامبين، طول ما الادسيت عندي اقل من 500 جنيه مفيش بيعه بتيجي. الادسيت بتاع ده، الادسيت بتصرف فلوس والسي تي ار عالي وما ما بتبيعش. اول ما بحطها 600 جنيه بتبتدي تبيع. ده تجربه بشارككم بيها عادي، حاجه واقعيه حصلت معايا. او لو حاطط فيها 500 جنيه بلاقي ان المبيعات بتبقى قليله جدا، وبتقعد تصرف كتير على الفاضي. يعني مثلا الادسيت اللي فيها 500 جنيه، ممكن تكلفه الاعلانات عليا فيها توصل ل 300 جنيه، في حين ان الادسيت اللي فيها 700 800 جنيه عشان هو اصلا بيوديها للناس قبل ان هي تشتري اكتر. فهو لما بيلاقي ناس تشتري اكتر بيتعلم اسرع، فبيطلعك بره الليرنينج فيز بسرعه. ف 700 جنيه دي بلاقي مثلا تكلفه الاعلان، تكلفه اكساب العميل عليا الاوردر ب 900 جنيه ولا ب 1000 جنيه، واقف عليها ب 70 80 جنيه. فالوقت 10. فكل ما تعلي الميزانيه، حتى لو الاعلان مش هيصرف، كل ما هيدخلك في كاتيجوري من الناس اللي بتشتري احسن، بعيدا عن الهلك في الميزانيه على الفاضي. بس طبعا ده مش معناه انك تهدر الميزانيه على الفاضي. انت لازم تبص على يعني ده انا طلعته بناء على ارقام وتحليل الادسيت اللي معايا، الادسيت ده او سوري، الاد مانجر ده او الاد كامبين اللي معايا دي. فانت بتبص على الارقام بتاعتك وبناء عليها خد اكشنز. يعني ما فيش حاجه بتبقى ماشيه مع الكل، بس انا بقول لك الطبيعي اللي هيحصل معاك بنسبه 90%. تمام. انا كده خلصت شرح. فاللي عنده اي سؤال يقدر يسالني. لو هقسم بناء على الزوايا، ممكن اخلي الادز
جوه اللي متقسمه على اساس الفانل. مظبوط. اه، صدقني انت اساسا لو عملت خلطبيطه في الادست وانت لسه اون بادجت وما بتصرفش كتير، هي متى بتبقى عارفه الاعلان ده؟ انا ببقى حاطط ادز في الكورس عندي للناس اللي في الهوت، وببقى حاطط ادز للناس اللي في الورم، ومتى بتبقى عارفه ده بيروح لمين، ومتى بتبقى عارفه ده بيروح لمين، وتودي الكريتيفز للناس. ممكن تخرف في نسبه معينه وتلاقي ان الاعلانات بتوصل لناس مش مهتمه، او ناس لسه في مرحله متقدمه في الفنل، بس بنسبه 70 80% بتظبط وبتودي الاعلان للناس الصح جوه الادست وحدها. بس احنا التقسيمه دي علشان انت الاد ستراكشر بتاعك يبقى كويس، وانت تبقى عارف تتست وكل ما كانت الاد، هي اصلا هنا الكامبين هتتعلم على اساس الادست. ماشي، دي برضو حاجه تانية. هي الكامبين هتتعلم على اساس الادست، فهو لما يكون الادست فيها شريحه واحده من الجمهور هتتعلم اسرع، على عكس ما يكون فيها اعلانات كتير لجمهور مختلف. هو هنا مش هيبقى عارف مين بيشتري بالظبط، خصوصا لو هي انا هنا مقسمها بيرسونز مختلفه قوي. يعني هم لو مختلفين قوي ما انصحش انك تحطهم في في كاتيجوريز بتاعتها في ادست واحده، علشان هتدخل الادست في مرحله تعلم ما تنتهيش، لان هو بعد كل عمليه شراء بيتعلم حاجه، فهو هنا ممكن يحصل له تشتت. حتى في الاورجانيك يعني في غلطه الناس بتعملها، ما ينفعش ان انا ابقى بتكلم في مواضيع مختلفه. المنصات السوشيال ميديا دلوقتي يا جماعه رايحه لفكره البرسوناليزيشن قوي. يعني دلوقتي هتلاقوا الناس بتعمل اكتر من بروفايل على المنصه. يعني مثلا انستجرام هو عنده 3 4 اكونتس عليها، في اكونت اساسي وفي اكونت تاني سب اكونت كده لتارجت اودينس معين، لان المنصات دلوقتي قايمه على الاهتمام. فانا لو عندي اكتر من سوري، من أو اكتر من تارجت اودينس في الاكونت الواحد، بصعب عمليه التعلم على الالجوريزم بتاع المنصه، وبقلل الريتش بتاعي، وبقلل نسبه التفاعل. وكل ما نسبه التفاعل قلت، لان انا اول حاجه الاكونت بيعملها لما بنزل الفيديو او الصوره بيوديها ل 20% من المتابعين، وبيوديها بنسبه 80% للناس اللي مش متابعه. فالناس اللي لو ما تفاعلتش على الكونتنت عشان هو مش شبههم، هيهبد الريتش بتاعه الارض. وانت هتشوف ان ليه الاكونت ما بيجيبش التفاعل، لان انت بتودي جمهور الكونتنت بتاعك لناس متفرقه، والجمهور مش متشابه، فالمنصه اصلا مش عارفه انت بتبيع لمين ولا عايز تستهدف مين. نفس الموضوع في الادست بتاعتك. لو الادست بتاعتك الشريحه المستهدفه فيها مش واضحه، وحاطط اعلانات بتستهدف ناس مختلفه، محطة التعلم هتبقى كتيره، وبالتالي تكلفه الاعلانات هتزيد. حد عنده سؤال تاني؟ بناء على بص، اول حاجه معظم الناس اللي بنشتغل معاهم بيبقوا شغالين على سيستمز للفانل، زي جو هاي ليفل او كليك فانل او فاست فانل او ان كان السيستم، فهو بيحسب المبيعات. دي حاجه. تاني حاجه ممكن نحسبها على اكسل. هو الموضوع لسه بدائي ولسه ما نعرفش سيستم معين، او لسه مش شغال على سيستم معين. بحسبها على الاكسل وعلى عمليات الدفع اللي تمت، اللي هي الحاجات علامات الشراء الحقيقيه، يعني مش الناس اللي سرقت وخلاص. شوف مثلا احنا بعنا الشراء ده كان بيعك، والبيعه دي بكام، وصرفنا كام. يعني لو هو مثلا بيصرف بيا انا شخصيا كايجنسي 50,000، وبيصرف اعلانات 50,000، بعد ما بعنا مثلا 200 300 بيعه، هل هو كسب ولا جاب صرفه؟ ولو كسب، كسب قد ايه؟ ايه كمان؟ حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب انا كده النهارده خلصت، وشكرا جدا. ويعني سامحوني لو في اي تقصير، اكيد سامعين الناس بدأت تسأل تاني. لا، هي فكرة الحاجات السبيسيفيك بقى، ايه الانجز اللي اشتغل عليها والكلام ده، مش هنقدر نجاوب عليها هنا، عشان ده هيبقى محتاج له وقت كتير جدا. ممكن تبعت لي على الاكونت وانا هقول لك. عشان يعني عايز بس اسئلة في الحاجات اللي شرحناها، حاجات تكنيكال، عشان ابقى قادر افيد الناس كلها. لو سمحت انا كان عندي سؤال بس.
اتفضل. هو دلوقتي حضرتك شايف ان كميديا باير، شايف ان الاعتماد بقى جزء كبير جدا على الكرييتيف، واصلا الشغل التكنيكال بقى قليل جدا اللي احنا بنعمله. فانت شايف ان ممكن قدام مع الاي اي وكده ان الشغلانتين يبقوا شغلانه واحده، او ان عادي ان حد يبقى بيشتغل كوبي رايتر وميديا باير في نفس الوقت؟ بص، اول حاجه، السؤال ده جاوب عليه الشخص اللي حط سيستم اندروميدا ولاتس والحاجات اللي أنا بكلمكم فيها دي كده في لقاء على انستجرام. هو لو انت بتشوف ان انت شخص كميديا باير مهمتك ان انت ميديا باير دي مساحه اعلانيه من المنصات للشركه وخلاص، فانت كده انت يعني كمان 6 شهور 7 شهور دولار مش هيبقى موجود. تمام. لكن انت لو شايف ان انت برفورمانس ماركتير او شخص شغال في الجروث، وهدفك ان انت تاخد الفلوس اللي الشركه بتصرفها على الادز او على البرفورمانس، وتكستمايز الكامبينز بتاعتك وتكستمايز الصرف ده لان انت تحقق اعلى اليو اس، وطول الوقت تحلل الفانلز بتاعتك وتبقى عارف الفانلز بتاعتك دي ايه اللي بيشتغل فيها، ايه لو في مثلا باتون نيك في الفانل، الباتون نيك ده فين، اللي بيقع الناس بتقع فين. آه تكتشف مثلا فانلز جديده، تشتغل على الاوفر بتاعك مع صاحب البيزنس يعني. في حاجه مهدوره حقها جدا في السوق المصري، هي ازاي تعمل اوفرز او الاوفر ميكنج والفانل بيلدينج. الاثنين دول هم بيبدو ان هم حاجات بسيطه، واللي هو انا هقعد اجيب ورقه وقلم وهكتب ان الاوفر بتاعي يبقى 1 2 3. بس لا، الموضوع صعب ان انت تبني اوفر انريزستبل. الاوفر ده بياخد وقت كبير جدا انك تدرس الناس وتدرس الجمهور المستهدف بتاعك. فانت هنا مش دورك كميديا باير ممكن يموت لو هو ميديا باير بمسمى اللي انت بتشتري مساحات اعلانيه وتكنيكال. نكست ببلش ده هيموت. لكن اتعلم بقى ازاي تعمل اوفر ان ريزيستبل اوفر، اتعلم ازاي تبني فانلز واشكال الفانلز المختلفه، وامتى تستخدم كل نوع من انواع الفانل، وازاي تقلل تكلفه الكامبينز بتاعتك وتساب العميل بتاعتك بناء على الكرييتيف والترند كرييتيف في الوقت ده. تفهم العميل. انا شخصيا لو في كورس هدفع فيه $2000 او $3000، هو ازاي افهم الناس وازاي افهم الكاستمر بيهيفير. فدي حاجه عمر الاي اي ما هيعملها. ولو بتسالني هل الكوبي رايتر هيعملها. والميديا باير هيبقوا شغلانه واحده، مم. آه الاثنين دورهم مختلف. لو اتكلمنا على السكيل الصح للشغلانتين، ان الكوبي رايتر هنا هو هيبقى دوره مش ان هو يكتب كوبيز وخلاص، هو هيبقى دوره ان هو ياخد الانسايت اللي انت بتطلعها من الفضل بتاعتك اللي فيها باتون نيك او الناس اللي بتقع في الفضل بتاعتك، ويحط كريتيف استراتيجي مظبوطه بناء على فهمه هو من ناحيه الكريتيف. يعني انت عمرك ما هتبقى بتبذل مجهود في حته البرفورمانس وبتبذل طاقتك في البرفورمانس وقادر تفكر بشكل كريتيفيتي او اون كريتيف ليفل وتحط كريتيف استراتيجي مظبوطه. فهيبقى الميديا باير برضو زي ما صح. مطلوب منه حاجات مختلفه، الكوبي رايتر مطلوب منه ان هو يحط كريتيف استراتيجي بناء على كل الكلام اللي احنا بنتكلم ده. هو بيرتقوا في نقطه ولو شخص شاطر في الارقام وفي نفس الوقت هو عنده اللمسه الابداعيه او بيقدر يفكر بحته ابداعيه، هو ممكن يعمل الشغلانتين. انا ممكن اشتغل الشغلانتين. يعني انا بشغل اعلانات لنفسي وبشغل اعلانات للبراند بتاعي وبشغل اعلانات لناس معينه في الشغل. وعايز اقول لك انا جبت سينيورز ميديا باير معروفين كتير جدا في السوق ودفعت لهم فلوس كتير، ومحدش فيهم حقق نص الارقام اللي انا كنت بحققها على البراند بتاعي ولا الكورسات بتاعتي. فانا قادر اعمل الاثنين. وفي كوبي رايت في ميديا بايرز انا شفتهم اشطر مني انا شخصيا في فكره ان هم يطلعوا كرييتيفز، فهم قادرين يشتغلوا الاثنين مع بعض. فالموضوع بايدك. لو انت عايز تكون وان بيرسون ايجنسي وتبقى بتحقق فلوس كتير، ممكن تعمل الاثنين. ليه لا؟ ده هيديك ما مساحه، هيديك يعتبرش تشتت. يعني في ناس بتقول لك ان انت لازم تتخصص وتركز في حاجه واحده، او حتى لو حبيت اعمل بيرسونال براندنج لنفسي، فاللي هو انا هطلع اقول للناس انا بتاع الكرييتيفز اللي بيفهم في الكوبي رايتنج كده، ولا انا الميديا باير اللي بيفهم في الارقام، فاهمني؟ ما هو على حسب الاساس بتاعك. لو انت هتقول مثلا انا الكوبي رايتر اللي بيفهم في الارقام زي ما انا بعمل كده، الناس بتدخل تسال، يعني الناس بتدخل تسالني عن حاجات في الميديا باينج.
انت دلوقتي مم. تسالني على حاجات الميديا باينج، مع انك انت ممكن تكون ميديا باير. مصطفى شخص ما شاء الله عليه اكسبرت في الحته بتاعته. انا ممكن ادخل اساله في الحاجات بتاعه البرفورمانس عشان انا مش اكسبرت فيها، وهو ممكن يدخل يسالني في حاجات ليها علاقه بالكوبي رايتنج. بس الاساس بتاعي انا الكوبي رايتنج، والاساس بتاع مصطفى البرفورمانس. احنا الاثنين بنكمل بعض. شركتي ممكن تكون بتكمل شركته والعكس. فعلى مستوى معين الدمج مش هينفع. يعني على مستوى مثلا الشركات اللي بتصرف، هتيجي شركه هتيجي تقول لك اصرف لي 3 4000 دولار في اليوم. ماشي، في شركات بتصرف 10000 دولار في اليوم. فانت هنا انت حرفيا محتاج تبص على كل رقم في الداشبورد طول الوقت. يبقى عندك سيناريوهات مختلفه للجروث بتاعك، عندك سيناريوهات مختلفه للبرفورمانس، عندك اناليسيز تولز بقى مختلفه، وعندك سوفت ويرز مختلفه للاناليسيز بتاعتك. مش بتشتغل بس على على حاجه بسيطه او حاجه سطحيه. ده مش هيديك مساحه ان انت تشتغل معاها كوبي رايتنج، لان اساسا انت ساعتها الكوبي رايتر. يعني مثلا الراجل احنا كنا بنصرف ليه 1000 دولار في الشهر ده، هو حرفيا كل يوم عايز 10 15 كرييتيف. فعمري ما هعرف اعمل ده لو مش لو انا اللي شغال لوحدي، لو انا معيش تيم كوبي رايتنج شاطر. ماشي. فهي ممكن تنفعك على سكيل معين، بس على سكيل بقى البروفيشنال او السكيل كبير، انت هتبقى محتاج تفصل ومحتاج تبقى متخصص سواء شخص او شركه. فاهمك. يعني انا كميديا باير مش لازم اشتغل الاثنين على سكيل كبير قدام، لازم اتخصص في حاجه بس. كويس جدا ان انا ابقى فاهم في الناحيتين، لان اصلا اللي انا شايفه ان الميديا باير دلوقتي هو بقى بيعمل حاجات كتيره مشابهه، نفس اللي الكوبي رايتر بيعملها، زي الاوفر مثلا، زي حاجات كتير شبه دي. صح؟ مظبوط. هو الكوبي رايتر ما بيشتغلش قوي على الاوفر كاوفرنج. هو ممكن يشتغل عليه كصياغه بعد ما انت تخلصه، ياخده بقى يحطه في لاندنج بيج مظبوطه، يحطه في كريتيفز مظبوطه. لكن انت مثلا كشخص بتاع جروث، شخص بتاع برفورمانس، انت لما يبقى مطلوب منك تحط الاوفر كاليمنتس، هحط هنا مثلا جزء ليه علاقه لو انا مثلا بشتغل على الكورس اللي بقول لك عليه بتاع الديزايننج ده، فانا لازم مثلا تقول لي لا انا محتاج احط تول معينه هنا، انا لازم الكوتش يشرح دي. فهتحط الاوفر يبقى كاليمنتس انريزست بالاوفر. الكوبي رايتر بقى الصح هو هياخد اللي انت عملته ده، يصيغه في شكل اوفر نهائي، في شكل لاندنج بيج، في شكل كرييتيفز، في شكل فيديوهات، سكريبتات بقى، ان كان اللي هو يعمله. فهمت حضرتك، شكرا جدا. لا، انا كده خلصت. اكيد سامعين ان صوتي راح، وعشان عندي مشوار بعد 5 دقايق بالظبط. فشكرا جدا لوقتكم، واتمنى تكون السيشن فادتكم وعلى قد التوقعات بتاعتكم. وبشكر الاستاذ مصطفى على الاستضافه الجميله دي، والفرصه السعيده اللي اداها لي علشان اكون موجود معاكم. ويعني اتمنى ان انا اكون قد المسؤوليه اللي هو حطها عليا. تصبحوا على خير.